صباح الخير. صباح النور. انا لو كنت عارف ان انت جايه بدري النهارده ما كنتش اتاخرت. اصل خلصت الجيم بدري فقلت بدل ما اروح اجي على هنا على طول. طب ما كلمتنيش ليه؟ ما انت عارفه نمرتي مع شيمي بيه. هو صحيح اخباره ايه؟ انا كلمته اكتر من مره ما بيردش عليا. صحته ازاي؟ تعبان شويه، بس عايزه اعرف يعني اكلمك ليه؟ عادي يعني. انت نازله الصبح بدري لوحدك والدنيا بتبقى فاضيه، وفي حيث هذا الانفلات الامني اللي احنا عايشين فيه اليومين دول يبقى معاك حد. قصدك يعني إن ممكن يحصل لي حاجه؟ يعني لا قدر الله. طب اللي بره هناك دول بيعملوا ايه؟ لا، ما شيمي بيه قال لك قبل كده اللي بره طول حاجه وانا حاجه تانية خالص. طيب يعني حاجه تانية خالص. صحيح، انا كنت جايب الهديه دي لرامي. ميرسي قوي يا يوسف. انت عرفت ازاي ان هو بيحب بنت هندي؟ هو اللي قالك؟ لا هو بصراحه ما قاليش، بس انت عارفه بقى في حاجات ما بتتقالش لكن بتتحس. على العموم ميرسي قوي بجد، يعني انا هديها له ان شاء الله لما اروح. ثانك يو. عن اذنك. ميرسي. اتفضل. والله أنا جاي النهاردة عشان تشوفي لي حل. خير يا فايز بيه، في ايه؟ لازم تقدري حالتي. الإيجار ال 42 جنيه اللي بتدفعوه النهاردة ما بقتش فلوس خالص. البواب بيدفع 350 جنيه أجرة الأوضة اللي فيها. طب شوف حضرتك الزيادة اللي ترضيك وربنا يسهل. أنا عندي نظر. أنا شايف الحالة المادية اللي معاكي أنت ونادين ما بقتش زي الأول. أنا ليا حل كويس عشانك. هشتري الشقة منك. أنا شايف إنها كبيرة عليكي. قيمة الشقة ممكن تجيبي حاجة أحسن مناسبة ليكي. إيه رأيك؟ مساء الخير يا ماما. مساء الخير يا حبيبتي. كويس انك جيتي. خير في ايه؟ الأستاذ فايز جاي يكلمنا عشان نسيب الشقة. مقابل مبلغ محترم. إحنا ما بناكلش حق الناس. طب واشمعنى شقتنا احنا يا استاذ فايز؟ عندك شقق العماره كلمت حد فيهم؟ أنا عندي نظر. أنا شايف الحالة المادية معاكم مش زي الأول. فأنتوا محتاجين لفلوس. قلت إنه يعني حضرتك عملتي حاجه للاستاذ فايز يشربها يا مامي؟ لا لسه. طب كويس قوي عشان احنا حالتنا الماديه ما تسمحش. طب فكروا كويس. إذا حبيتوا أنا موجود. احنا مش هنسيب الشقه، مش هنبيع يا مامي، مش كده؟ مش هنبيع الشقه صح؟ لا يا حبيبتي مش هنبيع. فهماني مش كده؟ هنبيع الشقه ايه؟ ها حالتنا الماديه ايه؟ مش انا قلت لك نادين مش هتوافق؟ نجم الهتاف العالمي مالك الشماريخ حبيب قلب تيفا تعالى. الماتش ده عايزينه سواد على الغربان. وانا هنسى يا تيفا ولا ايه؟ هنسى الماتش اللي فات لما ضربنا وناس كتير اتعورت فيه ايه يا عم؟ وخد عندك كمان اللي ما تعرفوش. ايه؟ عارف مين مسكوه عملوا له قضيه شغب؟ مين؟ الواد عجوه. هم اللي جابوا الروح يا معلم، مات الكلام. المهم انا قلت اقول لك عشان تعمل حسابك. هروح ابلغ بقيه الناس. سلام. سلام. حبيب قلب الهتيف من جوه. لسه زعلانه مني؟ خلاص بقى، خلاص يا شيمو بقى، ما اتأسفنا وقلنا سماح، ما تقلبليش بوزك وتعملي لي فيها فاروق جعفر. طيب خلاص خلاص مش زعلانه بجد. بتكلمي مين في التليفون يا شيماء؟ دي داليا. ولما هي داليا ما استنيتيش لما اسلم عليها ليه؟ لما تتكلم مرة تانية بقى اديهاني اسلم عليها. حاضر. يلا يا اختي، يلا يلا عشان نلم الغسيل. تعالي ورايا، يلا قومي. ماشي. يعني تهدي على نفسك شويه يا بنت. لا رايحه جايه رايحه جايه على الشباك، هو هيطير منك؟ بيوحشني ياما، وبعدين بقاله ساعة مش باين تحت. لما تروحي الجامع اللي جنبنا دهوت وخليهم يندهوا عليه بالميكروفون. واحد تايه يا ولاد الحلال. تايه ده ايه؟ هو عيل صغير، ده راجل وسيد الرجالة كمان. أنا بس اللي بحب أشوفه كده كل شوية أو أسمع صوته. ده من إمتى ده يا أختي؟ من زمان، بس أنت اللي ما كنتيش واخدة بالك. أقول لك على سر يا زوزة. قولي يا روح زوزة. أما كنت بقعد مع نفسي كده زمان وأقعد أفكر، كنت بقول يا لهوي لو ميمي مش في حياتي أنا كنت هعمل إيه؟ كنت هتتجوزي واحد تاني؟ تفي من بقك، اتجوز واحد تاني ده ايه؟ هو في زي ميمي؟ في رقته وجدعنته وطيبة قلبه. الله، طب ما لما هو كده يعني مفيش زيه ومفيش جدعنته بتعصبيه ليه؟ مش عارفة، بحب اشوفه هو متعصب وغيران عليا،
بحب اشوفه كده وهو دمه بيجري لما حد بيكلمني بربع كلمه. بجد يا بنت لموحة، ايه ده يا ميم، انت هنا من امتى؟ من ساعة بحب اسمع صوته واشوفه. اهو قفشك يا روح امي. طب خليكوا بقى قاعدين مع بعض. خلي عمتك تنفعك يا اخويا. تعالى يا عين عمتك، تعال تعال اقعد جنبي هنا. هو ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا عمته؟ الحمد لله يا حبيبي. انت عامل ايه؟ كويس؟ لله. انت كنت فين؟ كنت في الوزارة، كلموني من ساعة قالوا لي تعالى عشان تحلف. قالوا احلف قال جالك الفرج. يا عمتي انا حرامي ولا ايه؟ بضحك معاك يا حبيبي، بضحك. اضحك اضحك يا حبيبي. نفس ضحكة ابوك والله، والله العظيم بالظبط نسخة يا ولاد. الله يرحمه. الله يرحمه، حسن اليهم. انا عاوزاك في حاجة كده. امور يا حاج. خد يمين. ايه ده عمته؟ اعمل بيه ايه؟ الله، انت مش كتبت كتابك على البت ولا انتوا بتضحكوا عليا وترجعوا تقولوا بتنسى؟ لا يا ستي، كتبنا فعلا. طيب يبقى خلاص الخاتم ده بتاعك. الله يرحمها امك ويحسن اليها، كانت ادتهوني وقالت لي لما سمحت تيجي تتجوز اديهولها، وما انك انت بقى اللي هتتجوزها خلاص انت اللي تديهولها. ايه يا عمتي؟ وانا كل ده كنت فاكر انت بتنصبي عليا. يا وسع. حبيبتي يا عمتي. يا حبيبي يا حبيب قلبي. فاكر يا ميمي وانت صغير زمان لما كنت اخدك احميك والفك بالشال الابيض واقول لك الواد ميمي ملفوف بايه؟ بالشال الابيض يا عمته. والشال الابيض ده بتاع مين؟ بتاع ماما زوزو اللي حمته. يا حبيبي كانت ايام. طب انت ليه بقى بتفتكري الايام دي دلوقتي؟ ربنا يديك الصحه. ما هو هيديني ان شاء الله. الله انت فاكرني كده هتاخد فطيس؟ لا، ده انا قاعده على قلبكم لحد ما اربي عيالكم وعيال عيالكم والفوهم برضو بايه؟ بالشال الابيض يا عمته. يلا انا هنزل، عايز حاجه مني؟ لا، انت جاي في ايه ورايح في ايه؟ معلش انا كنت جاي بس اجيب حاجه وسمعت الكلمتين الحلوين دول في خطير بقى. طيب يا حبيبي والنبي ممكن تسقيني ميه؟ عينيا. وبص سندوتش صغير كده احسن البت سماح سايباني من الصبح على لحم بطني. بسطرمه؟ اعمل لك بسطرمه؟ بسطرمه وجبنه وحاجات كده. حاضر. والنبي ايد نور السلم الهي يسترك دنيا واخره. احسن اخويا صلاح وهو طالع عليه بالليل كده وفي الضلمه يتكفي على وشه. اخوكي صلاح يهبط تاني عمتي ولا ايه؟ لا خلاص انا هنور لك نور السلم للميتين كلهم اللي هيطلعوا لك النهارده. الله يرحمهم ويحسن اليهم يا رب. الله يرحمهم. يا نص، هي حكيت لك ايه؟ ما قالتليش حاجه، انا بعرف من وشها. طيب يمكن تكون زعلانه من امك، من حد من الشغل يعني. جيجي ما بتزعلش من اي حاجه في الدنيا دي الا لو انتوا الاتنين اتخانقتوا. يبقى انت كده عارف كل حاجه. قول لي يا ديو، انت مش ناوي تتجوز اختي؟ اسمع يا نص، اختك دي غاليه عندي قوي وانا عايز اتكلم معاك بس خايف ما تفهمنيش. قول يا عم حفل. ماشي يا نص، لما تحب واحده تاخدها وتقعدوا في مكان مشبوه، هتقعدوا في حته نظيفه. حته نضيفه اكيد. طيب ده بقى اللي انا عايز اعمله مع اختك. عايز لما اتجوزها نقعد في حته نظيفه، نخلي حته عيل حلو زيك كده. فاهمني يا نص؟ فاهم، بس انجز بس. انجز وانت واختك كده متصربعين في كل حاجه. حاضر، ادعي لي بس، انت قلبك طاهر، يمكن ربنا يسمع منك. يا رب. انا هطير دلوقتي بس. ماشي يا نص. اقول لك ايه؟ يلا. ازيك يا صاحبي؟ ازيك يا صاحبي؟ الواد نص ده جدع قوي. مش احنا مربينه؟ لازم يطلع واد ذكر. تفتكر لو اتجوزت البنت جيجي اخلف واد زيه؟ احلى منه كمان ان شاء الله. بس انت يلا بقى جدع وخلي الفرحه فرحتين. وكله بتصبع كده، بالراحه عليا شويه. قابل يا سيدي. هروح اقابل. نجيب لي البن يا نحل. عينيا. جرايه يا جيجي، عامل نفسك مش شايفاني ولا ايه؟
كنت فين يا بت؟ هكون فين يعني يا حصر؟ من البيت للمحل ومن المحل للبيت. الدور الباقي بقى على اللي ما بيهمتش، ومفيش غير على لسانه عايزه اسافر عايزه اسافر. يا دي موضوع السفر ده في ايه؟ انت بعتي لي اخوكي؟ وما بعتوش ليه؟ مش راجلي وعايز مصلحتي؟ لولا ان الواد ده عسل وانا مستجدعه انا ما كنتش عديت لك طقم النكد اللي عملتيه معايا النهارده ده. لعلمك بقى وانا ما بعتوش. هو اللي حسيسه عنده دم. لما بيعرف اني زعلانه من حاجه بيتصرف وبيعمل اي حاجه عشان يرضيني. ايه ده؟ هو بس اللي بيعمل؟ ما شفتش حد غيره بيعمل يا اخويا. لا انا بعمل بس انت ما بتشوفيش. يا بت يا بت فكري يا بت. كل ده عشان مين؟ ما هو عشانك انت. عشان عيونك دول يا بت. يا سلام كلني كده بالكلام يلا. ما لازم اكلك ولا اعمل ايه؟ انت قمر. هو فين احمد؟ العادي بتاع كل يوم كبير، خناقه على طابور العيش. برضه العيش والناس تجري وتسيب لنا القهوه فاضيه. في حد تبعنا هناك؟ والله يا كبير ما اعرفش، بس يمكن الله اعلم. اطير طب اشوف لك الدنيا فيها ايه وارجع. استنى اجي معاك ابص، جايز يكون حد يخصنا ولا حاجه. بسرعة يا سماح. بيقول لي يا اختي انا الراجل بتاعك راح يجيب عيش جايلي متشال. هو في حتة أحسن ونعمة الشريفة في حتة أحسن. أنت هتبقي أحن عليه من ربنا. مش هشوفه تاني، مش هشوفه تاني.
يصدق اللي بيحصل ده؟ دفن وعزا، وفي مين؟ في نصها. حد يصدق ده كله يا جدعان؟ كلفت في دقيقة، بقى في دنيا غير الدنيا، لا فيها أهل ولا عيلة ولا أصحاب ولا إخوات، والناس كلهم فيها زي بعض. انا حاسس ان يدخل عليا فجأة ويقول لي يا رايق، علمنا حركة جديدة يا رايق. الموت بقى سهل أوي، ما بقاش يفرق بين كبير وصغير، راجل ولا حتى عيل. اديها لي قبل ما اروح القسم، زي ما يكون حاسس انه مش هيشوفني تاني. وحدوا يا جدعان، الواد ده دلوقتي في حتة أحسن مننا كلنا، وبعدين مين عارف، ما كان ممكن يكبر ويمشي في نفس السكة اللي احنا مشينا فيها وبرضه يضرب رصاصة، بس متأخر شوية. عندك حق، هو خد الطلقة وارتاح. صح، عارف يا يوسف، عارف يا ميمي، عارفين وانا في العزا كنت بفكر في ايه؟ كنت بفكر في نفسي وانا عيل صغير. عيل صغير يا دوب يشوف ابوه الساعة 6 الصبح، يرجع من الشغل، يفطر، ينام. كل يوم وانا رايح المدرسة كنت بكلم نفسي انا عايز اشتغل شغلانة تانية خالص غير اللي ابويا بيشتغلها. عايز لما اجيب عيال اخدهم في حضني وياخدوني في حضنهم. في الاخر اشتغلت نفس شغلانته وبقيت اسرفز على الناس، خدم عليهم، الناس اللي عندهم الفلوس ملهاش حساب. يا بختك يا ديبو، انا بقى ابويا استخبى مني العمر كله، معرفوش، وعيت على الدنيا لقيت نفسي متسلسل في سلسلة امي، معرفش غيرها. حتى اسمي لما كان حد بيسألني عليه واقوله كأني بقول اسم واحد تاني معرفوش. سألتها كتير، ابويا مين؟ طب ابويا فين؟ ما تجاوبنيش. كرهتها. عارفين يعني ايه تكره امك اللي انت عايش معاها وما تعرفش غيرها؟ عشان كده لما كبرت كان لازم اكسر عين التخين عشان ابقى احسن منهم كلهم. واحلى نظرة بالنسبة لي لما اشوف عيون الناس اللي قدامي وهي خايفة ومرعوبة مني. والوقت ده هو كان الوقت الوحيد اللي بحس فيه ان انا بني ادم. لا، مش بني ادم، انا احسن بني ادم. انا بقى عمري لا فكرت لا في ناس ولا في فلوس ولا ان اكسر عين حد. انا طلعت لقيت ابويا قهوجي معلم قد الدنيا، طول الوقت كان ريحته معسل، بس كنت بحب ريحته. عمتي كانت رقاصة، بس رقاصة جدعة، ياما سافرت معاها واتخانقت لها، اتعورت وعورت لها ناس، وفجأة ابويا وامي ماتوا
سابولي كل ده، قهوة وعمتي وسماح وانتوا كمان معاهم. اما سيكا ده بقى موضوع تاني خالص. اخويا الصغير وحبيب قلبي، حبي زي ما بيقولي، بس طول عمره سواح في بلاد الله. ما قعدتش معاه قد ما قعدت معاكم، حتى الفترة اللي سافرت له فيها. طول الوقت كنت بتكلم عنكم، عشان كده مش عارف ابعد عنكم ولا عارف اسيبكم. انا عارف ان الدنيا دي كلها حتان، ما نقدرش نعيش فيها طول ما احنا سمك صغير. نص هو ابوه واحنا كلنا سمك صغير. السمك لو اتاكل ملوش دية. حد يقدر يقول لي دلوقتي حق نص الغلبان راح فين؟ حق نص عند اللي خلقه يا ميمي. حق نص عند اللي خلقه يا ميمي. هي بقت كده عشان ده من نص اللي راح ده انا بقولها لكم. طول ما هنشوف من الدنيا اسوء، طول ما هتشوف مننا غباوة. الأيام دي بتفكرني بنكسة 67. مظاهرات في الميادين وفي الشوارع، والأبواب كلها مفتحة والجيش مرتبك. كلامك مظبوط، رغم المفارقة بين الحدثين. دي ثورة ودي نكسة. كلام في سرك. أنا البيزنس بتاعي زاد بعد الثورة. معقولة؟ مع إن المفروض الثورة دي قامت عشان تحارب الفساد، لكن الواقع بيقول حاجة مختلفة خالص. كل القوى المكبوتة بتحارب بعض وبتتخانق مع بعض في الشوارع وفي الميادين. كله عايز ياخد البلد لحسابه أو عايز ياخد حتة من التورتاية. ليبراليين على إخوان على يساريين، وللأسف الثوار الحقيقيين تاهوا في الميدان، بقوا عاملين زي الأنبياء اللي ملهمش تابعين. وفي الجو ده البيزنس بينتعش طبعا، وبيبقى فيه لاعبين جداد ومنافسين من نوع مختلف. منافسين؟ ينافسوا مين؟ ينافسوك انت؟ لا، أنا بالنسبة لي تجاوزت المرحلة دي خالص. أنا اللي بختار العملاء بتوعي. أنا بتكلم بشكل عام. في حالة الهدم وإعادة البناء دي الأنقاض بتبقى كتير والبيزنس بيزيد. المشكلة إن النظام السابق كان غطى الكوارث كتير، ولما انكشف حصل انفجار يعدي أي استيعاب، سواء كان أمني أو اقتصادي أو حتى اجتماعي. هي فعلا أزمة لأي حاكم، لأنه بيحكم بمنطق حلق حوش. بالظبط، حلق حوش. ميرسي على التمثال. تحت أمرك. معك زي الفل. سلام يا حود. هذا نحن الحقني يا ريس. يا ام خليفه بس الحقني يا ابني الصبح كده في الشارع. تعالي اقعدي ارتاحي. هتشرب ميه نحله. عينيا كبير. ايه اللي نزلك على الصبح كده يا ام خليفه؟ اسقيني شوية مية الأول يا ابني. الميه نحله. ري ناشف. لا نحلة يا ضنايا. بسرعه يا ابني ما تتحرك. اتفضل يا سيدي. اشرب يا محمود. كتر خيرك يا حبيبي. الف هنا. رايحه فين ولا جايه منين على الصبح؟ أنا كل يوم على الحال ده أخرج الصبح أروح عشان أملى الأنبوبة، وهناك الناس بتضرب في بعض وبتاكل في بعض وزي النمل يا حبيبي، وفي الآخر يقولوا لنا خلاص شطبنا. شطبنا ايه؟ وعلى الحال ده بالك قد ايه؟ أكتر من 4 أيام يا حبيبي، ومش عارفة أعمل إيه يا ابني. 4 ايام؟ وبتاكلوا ازاي؟ وعايشين ازاي؟ ربك اللي بيرزقها.
ده مش انا بس، دي الحاره كلها على دي الحال يا حبيبي. يا ستي قولي لي انا هتصرف اغير لك الانبوبه. انا مش عايزه اتعبك، كفايه اللي انت فيه. تعملي ازاي بس يا عم خليفه؟ انا احلى. تعالى بسرعه. خد الانبوبه دي وغيرها. يا ابني ما ينفعش، بقول لك ما فيش انابيب. ها فوتك بعافيه يا حبيبي، ربك هيحلها يا رب. حلها من عندك يا رب. يا وسط. يا رب. ما تشغلش بالك يا كبير. ما تشغلش بالي ازاي يا نحله؟ ايه الموضوع ده يا نحله؟ فيه ايه؟ يا كبير ده موضوع كبير قوي. بقالنا بتاع 3 اسابيع مفيش انابيب في السوق. احنا ربنا بيحبنا لان احنا عندنا شويه انابيب جوه وبنبدل فيهم، كان زماننا يا كبير بنلطم. يعني ايه؟ والناس مش لاقيه انابيب ليه؟ يا كبير تجار يا كبير، والناس بتلم الانابيب من السوق، الانبوبه بتتباع ب 7 جنيه، يبقى هم بقى ب 50 60 70، هم ودماغهم يا كبير. 70 جنيه ولاد الكلب ليه؟ عشان الافتراء يا كبير. افتراء. اوكي. هلو. انت جامد. انت اللي جامد. حبي. يا شيماء، مزعله امك ليه؟ ابدا والله، ما انت عارف امك كل ما تشوفني ماسكه التليفون تتعفرط. قلت لها 100 مره بكلم عبير بدل ما اروح لها وهي تجيلي، بنذاكر مع بعض في التليفون. ماشي. ايه بقى حكايه الرجوع متاخر بالليل دي؟ انا بخلص المعهد بطلع ساعتين التمرين في المستشفى، الباقي بيطير في المواصلات. اعمل ايه بقى؟ قول لي. ما تعمليش اي حاجه، انا برضه قلت لها كده. قلت لها كمان ان اختي شيماء حبيبتي لو في اي حاجه في دماغها هتيجي تقول لي انا اول واحد. والله انا غلطان ولا ايه؟ طبعا، ما انت عارف ان انت اخويا وابويا وكل حاجه ليا. ماشي. بتجيش صعبانه عليا قوي. مش عارف اعمل لها يا شيماء، مش عارف اعمل لها ايه. موضوع نص ده جه ولخبط الدنيا كلها. وبعدين انا وهي يوم في العالي ويوم في الواطي، من ساعه ما قلت لها على موضوع السفر ده وهي مش على بعضها. ده البت فكراني هخلع منها. ما هي ليها حق بصراحه، يعني عايز تقول لها ان انت هتسافر وتسيبها وتقعد تتفرج؟ البت بقى لها كتير مستنياك. يوه، هو السفر ده عشان مين؟ ما هو عشانها وعشانكم، ولا هي عاجبها العيشه اللي هي عايشاها؟ في ايه؟ ما انت عارفه وكل الناس عارفه والحاره حتى عارفه ان انا هسافر. هو ده اللي في دماغي يا شيماء، في ايه؟ طب بالراحه عليها اليومين دول، كفايه الظروف اللي هي فيها. حاضر، هقدر الظروف اللي هي فيها، لكن في نفس الوقت مفيش حاجه هتتغير من اللي في دماغي. اللي في دماغي في دماغي. ربنا يهديك. انت قلت لي البت شهادة فين؟ قاعده في اوضتها ما بتخرجش. يا شهودة يا حبيبتي، لسه برضه مش عايزة تروحي المدرسة؟ احنا كمان كنا بنحب نص زيك بالظبط، وكلنا زعلانين عليه. غصب عني يا فيلم. لما صحيت من النوم عشان اروح المدرسة ما لقيتوش بيصحيني زي كل يوم. احنا كنا بنروح المدرسة سوا وبنلعب سوا وبناكل سوا. تعرف يا ديمو كان بيحبك قوي، كان نفسه يبقى زيي. انا كمان كنت بحبه. عارفة يا شهد، نص كان جدع، جدع قوي. كان دايما يقول لي نفسه يكبر عشان يعوض امه واخته عن اللي شافوه. الله يرحمه. عارفة نص فين دلوقتي؟ عند ربنا. هو في مكان أحسن دلوقتي، مكان أحسن من اللي احنا عايشين فيه. طب اشمعنى هو؟ ليه هو بالذات؟ كان في 100 واحد في الخناق يستاهلوا الحق، اشمعنى هو بالذات؟ ده عمره يا شهد، وربنا هو اللي اختاره. ربنا عايز ان واحد ما عندوش اي قلب يموت واحد ما عندوش ذنب. بص عملوا ايه عشان يعملوا كده؟ ما عملوش أي حاجة، بس ربنا عايز كده. ما نقدرش نعمل أي حاجة، ربنا عايز كده يا شهد. ادعي له يا حبيبتي، ها؟ ادعي له، ادعي له بالرحمة، ادعي له.
انت فينك يا امجد؟ كل ده في الحمام، رئيس عاوزك. يا عم اخلع انت، رئيس مين ده؟ في شرطه وكام ساخر ده تجري اطلع ايه؟ طبعا انت ما تعرفنيش كويس يا يوسف. والله مجرد سمع يعني. وايه بقى اللي سمعته عني؟ ابدا، حاجات مش كتيره ومش مهمه قوي. ان انت كنت طليق غاليه، وان انت كنت شغال عندهم زمان في البازار كده يعني. بس اعتقد دي حاجه ما تعبنيش. لا خالص، الشغل عمره ما كان عيب. وبعدين لو تعيبك يبقى تعبنا انا كمان. صح كده. طب عندك فكره انا طلبت قبلك ليه النهارده؟ الصراحه لا. ولا حاولت تخمن كده وانت جاي في الطريق؟ فزوره ولا ايه؟ بص يا يوسف، بكل بساطه كده انا دلوقتي بنافس الشيمي في شغله، ويهمني اعرف اي معلومات عن الصفقات اللي بيخشها، عشان اكيد دي كمان هتفرق معايا في شغلي. وعايزني ابقى عصفورتك من غير لف ودوران؟ اه. انا عارف انك قريب من غاليه والشيمي في البازار، وانت اللي بتمشي الامور اللي هم مش قاعدين. الله. طب ما انت عارف كل حاجه اهو، كانك قاعد معانا وشايفنا. ما اللي قال لك الحاجات دي بقى يقول لك بقيه الحاجات اللي انت عايزها. ما هو بقى اللي قال لي الحاجات دي كلها قمار، ما اقدرش اعتمد عليه في حاجه اكتر من كده. انما بقى انا عايز واد مفتح وصايع، يعرف ايه اللي يلزمني وايه اللي ما يلزمنيش. طب وانت الكلمتين بتوعك دول هما اللي هيخلوني بسهوله كده عينك هناك؟ شوف يا معلم، في البيزنس مفيش احسن من الدغري، وكل حاجه عرض وطلب. هتعمل حاجه قصاد حاجه، والله اتفقنا مع بعض اهلا وسهلا وعلى راسي، ولو ما اتفقناش اهلا وسهلا برضه، وهعرف المعلومات اللي عايزها من اي حته تانية. طب انت مش خايف ان انا اخد الكلام ده كله واروح انقله للشيمي وغاليه؟ اخاف من ايه؟ الشيمي وبنته عارفين ان احنا في عداوه ما بيننا، زائد انك هتستفيد ايه لما تروح تقول له؟ كبيرك هتاخد كلمتين شكر على خوفك وامانتك على البازار، وده يا معلم هيتنسي مع اول غلطه هتعملها. انما بقى لو اتعاملنا مع بعض اكيد هتستفيد باكتر من كلمه شكر. ها، تحب تاخد فرصه تفكر؟ لا، وافكر ليه؟ دي عايزه تفكير. ما دام فيها اكتر من كلمه شكر اعتبرني معاك. صح كده. اتفضل السكين بتاعك. ها، ايه رايك بقى؟ يجنن يا خالتي، الله ينور. وعليك يا حبيبتي. عارفه يا بنتي يا سماح، طول عمري كان نفسي ربنا يرزقني ببنوته حلوه زيك كده، البسها فستان فرحها بايدي وازفها على عريسها. اخصى عليك يا خالتي، وانا مش بنتك ولا ايه؟ ايوه طبعا يا بنت. طب ده انا ربيتك ولعبت معاكي اكتر من موكوس امك. بس برضه يعني كان نفسي بنت من صلبي حلوه زيك كده، اصاحبها وتصاحبني وتشيل همي. يلا ما تاخديش في بالك، المهم اسمعي اللي انا عايزه اقول لك عليه. قولي يا خالتي. لازما من اول يوم يا بنت جوزك تقريه صح، تقريه وانت مغمضه. اقراه يعني ايه؟ تعرفي طبيعته ايه، اللي بيفرحه، اللي بيزعله، بيتعكنن من ايه، مزاجه بيجي على ايه. حاكم الراجل من دول يا بنت يحب الست الشاطره الذكيه اللي تعرف هو عايز ايه من قبل ما يقوله. فاهمه ولا مش فاهمه؟ فاهمه. برافو عليك يا بنت، برافو عليك. ده الرايق والنبي ما تخليه يشوف. الله لا لا لا، رايح فين يا رايق؟ رايح فين يا عريس؟ انتوا بتعملوا ايه؟ زي ما انت شايف العروسه بتقيس فستانها. فستان ايه؟ تلبسي فستان وعايز تتزف يا سماح؟ وهو ايه العيب في كده يا اخويا؟ ايه العيب في كده؟ العيب ان الواد الصغير لسه دمه ما بردش وانت بتفرحي. العيب ان صاحبتك اللي بتقولي عليها زي اختك حزنانه وانت بتفرحي. عرفت العيب ولا اعرفك كمان؟ يا حبيبي ده قدر ربنا، وبعدين احنا هنحكم على نفسنا بالقهره طول عمرنا ولا ايه؟ جرام يوسف، انتوا جرالكوا ايه؟ ده اللي عنده كلب بيموت بيحزن عليه. عايزين نعمل فرح وهيصه وزفه. في ايه؟ طب عليا الطلاق يا سماح، ما في فرح. اخر حاجه اقولها لك. استنى يا رايق، انا عارفه انت جواك ايه ومقدره، وبعدها ليا في جيجي اكتر منك يا اخويا. انا بس عايزه اطلب منك طلب، وسايق عليك النبي ما تكسفني.
عايزة بس ألبس الفستان أتصور بيه صورة صغيرة يا مين، نحطها على الحيطة ونفتكر اليوم ده طول عمرنا. وقسما بالله ما هدخل بيه الحار عشان ما اكسرلكش حلفانك يا اخويا، والمصحف ما داخله بيه. عارفه اليوم اللي ما بشوفكيش فيه بيبقى احساسي فيه عامل ازاي؟ ازاي؟ نفس احساسي بالظبط لما الترجي كسبنا وصعد للنهائي. انت مفيش في دماغك غير الكوره؟ لا طبعا، نصها بس، والنص التاني في الورشه. وانا فين بقى ان شاء الله؟ انت في قلبي يا قلبي. طب اثبت. اثبت؟ على الحرام من ديني، قولي اي حاجه دلوقتي وهي تتنفذ وش. ما تروحش الماتش الجاي ونخرج. لا كله للماتش الجاي يا شيماء، ما ينفعش، ده طار بايت مع الغربان. غربان؟ غربان ايه يا شيماء؟ انت كنت بايته بره ولا ايه؟ بتوع الامن المركزي. الله، انت ما تعرفيش ان هم ضربونا كلنا وخدوا مننا ناس كتير ولا ايه؟ ما ينفعش ما اروحش الماتش الجاي يا شيماء، ما ينفعش، دي هتبقى معمعه، لازم اقف جنب الناس. انت بتروح تشجع ولا تتخانق وتضرب وتتضرب؟ مش خايف على نفسك؟ مش خايف يجرى لك حاجه؟ طب مش خايف يتقبض عليك؟ يا بنت الناس، احنا مش بلطجيه جايبينهم عشان يثبتوا الناس، ولا دافع لنا فلوس عشان نضرب ونكسر وخلاص، لا، المساله احترام يا شيماء، احترام، لازم الناس دي تحترمنا وتقدرنا، وبعدين بقى هم اللي بيبداوا وبيغلطوا نسكت لهم. ده ازاي؟ ما يصحش، روحوا اتخانقوا معاهم واضربوهم ويضربوكوا، واللي يقدر على التاني، ما هي فتحه صدر بقى. لا اله الا الله يا بنتي، ولا فتحه صدر ولا حاجه. طب احنا ليه لما بنروح الاستاد بنقعد نقول ايه لما الجون بيجي؟ هبل. طب ليه بنقعد ندب برجلنا على الارض لما اللعيب تتقطع منه الكوره؟ مجانين احنا يعني؟ يا شيماء بيبقى في ناس مالهمش في الكوره وبيروحوا يشجعوا بلدهم، حتى حبنا لبلدنا يا شيماء عايزيننا نكتمه جوانا، ما ينفعش. دي الساعه ونص بتاعت الماتش هي الحاجه الوحيده اللي بتنسينا القرف اللي احنا عايشين فيه، والمشكله بقى ان هم لا عايزين يسيبونا في حالنا ولا عايزيننا ننفذ على اللي جوانا. طب نعمل ايه؟ ناكل في بعض. بس انا ببقى خايفه عليك. ايه؟ بجد؟ والله انت ما عندك دم ولا بتحس. طب بقول لك ايه؟ انت ما جوعتيش؟ اصل بصراحه الكلام الحلو ده جوعني. ها هتعزميني على ايه؟ وكمان انا اللي هعزم يعني على الرجاله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه الجو ده؟ خلاص هعزمك انت واهلك. عايزه تاكلي ايه؟ بيت زوريش. نعم؟ بيت زوريش. بقول لك غربان تقولي لي بيت زوريش، حرام عليك يا شيماء، حرام عليك. طيب ماشي، بيت زوريش. يلا تعالي. يلا. يا جيجي الله يرحمه، قدروا هنعمل ايه؟ محدش يقدر يعمل اي حاجه. حبيبتي بيقول لي يا حبيبتي بس ما كانش ابويا، كان ابني، كان ربيته يروح مني كده. ازاي اسيبه طيب؟ مش قادرة اصدق. يا بنت نص ده ما كانش اخوكي ولا ابنك لوحدك، ده كان ابننا كلنا. والله ده في مكان احلى، والله في مكان احلى من اللي احنا عايشين فيه. استهدي بالله يا بنت الناس، استهدي بالله. نعم بالله، استهدي بالله. مش قادرة اسيبه والله. عارف انه غصب عنك، غصب عني والله، عارف غصب عننا كلنا. مفيش حد يعرف يعمل المصنعية دي اليومين دول، ده شغل الاسطوات القدام بتوع زمان. ما هي حماد أسماء قالت كده برضه. حماد أسماء؟ هو العقد ده بتاعك ولا بتاع حماد أسماء؟ ده شبكة أسماء، أصل الولية حماتها كانت شايلاها لما ابنها يجي يشبك، يعني بتشن على دماغها حاجة،
هو وراه لنا عجبنا وقرنا الفتحه على كده. طيب يا ست ربنا يتمم بخير. امال ليه عايزه ترهنيه؟ اصل يا مقدس اللي مطلوب مني اكتر من طاقتي، وانا نفسي افرح ببنتي واخلص بقى. ما قلناش حاجه. طب بس افرضي انه جوزها سالها فين العقد، هترد تقول له ايه؟ ما هو ده اللي انا قصدك فيه. يوم الفرح ان شاء الله هستلفه منك تلبسه مسافه الفرح، وانا بنفسي هجيبه لك يوم الصباحيه. عايزين يقلع بنتك شبكتها يوم الصباحيه؟ ليه؟ هجيبها هنا احطها في الدرج؟ هعلقها في الفيترينه؟ مش قادر استنى يعني؟ مش عيب كده يا ام اسماء؟ ما هو برضه يا اخويا اصله يعني. بصي بقى، امسكي ده ترجعيه مكانه زي ما كان، وبكره الصبح تاخدي اسماء وتروحوا الاثنين شارع عبد العزيز. انا هبعت معاكم مسعد، هي هتنقي الحاجه ومسعد هو اللي يدفع، وانت بقى مش مطلوب منك غير ان انت تزغرطي. انت مش بتعرفي تزغرطي؟ بعرف يا مقدس. طب ما تسمعيني كده. مكسوفه عشان الواد اخو جيجي. الله يفيك الخير يا ام اسماء. امال جيجي فين؟ ما هي جيجي لسه ما نزلتش، انا مديها يومين بس تروق شويه زياده. المصيبه برضو كانت كبيره. ربنا يبارك لك ويكرمك يا رب يا مقدس. خلاص يا ستي اتكلي انت على الله، بس اوعي بقى تنسي ما تعزمنيش في كتب الكتاب. وانا اقدر؟ ده انت شاهد على كتب الكتاب كمان. شاهد على كتب الكتاب ازاي بس يا ام اسماء؟ دي لازم اسال فيها ابونا الاول. فوتك بعافيه. اتفضلي يا ستي، مع السلامه. انا اتكلمت مع الراجل صاحب الارض وتقريبا كده شبه اتفقنا. عارف يا بابي، لو طلع كلامه بجد والارض دي فيها شغل، بتوع السفاره هيأجروا ويخشوا على طول. طب وهو؟ اتفقت ما ياخد فلوسه ويبعد على الصوره خالص. طب لما هو يبعد بتوع السفاره يبتدوا، احنا دورنا ايه بقى؟ دورنا ايه يا بابي؟ هناخد عمولتنا طبعا. وناخد عموله ليه؟ ما نطلع احنا الحاجه ونبيعها لهم. يا بابي ايه اللي انت بتقوله ده؟ الناس دول بالذات ما ينفعش معاهم كده. احنا لازم نكسب ثقتهم، يعني ناخدهم واحده واحده. انت ناسي انهم عندهم حصانه دبلوماسيه ومسنودين، يعني يقدروا يدخلوا ويخرجوا في الاثار زي ما هم عايزين. وساعتها لو واحده زي الزفت دي اللي اسمها فريده عرفت، تبقى تورينا بقى هتعمل ايه. خلينا كده يا بابي، من بعيد لبعيد احسن. عندنا حاجات كتير قوي عايزين نفكر فيها بعد موضوع التمثال الاخراني ده. ولا انت عايز فريده بقى كل شويه تسلط علينا الجنرال؟ عندك حق، انا غلطت لما رحت الجنرال ده. ده كلب ما يسويش، ما يعرفش غير مصلحته. مع انه كان رجع لي تمثال كنت هديله اللي هو عايزه. ولا يهمك يا بابي، ما تشيلش هم. احنا لو كسبنا الناس دي هنعمل معاهم احلى شغل، ونفك بقى من فريده والجنرال والناس دي كلها. اوكي غالي، انا مطمن بكل اللي بتعمليه يا حبيبتي. ما تقلقش يا بابي. انا همشي دلوقتي اروح اجيب رامي المدرسه واتكلم بقى معاهم في حاجات كده شويه عايزه اخلصها. مع السلامه يا حبيبتي. باي يا بابا. باي. انت وقعتني من السما يا ابو يحيى، انا اللي كنت اتعكشت، كان رحلوني وقتي. وانت يا ابني اللي مصبرك على اللي انت فيه ده. ما ترجع بلدكم تشتغل هناك اي حاجه احسن. اي حاجه ايه يا ابو يحيى؟ انا لو اشتغلت 100 حاجه فوق بعض مش عارف اجيب الربع اللي انا بعمله هنا. وانت شايف نفسك عملت حاجه هنا؟ ايوه طبعا عملنا وجبنا فلوس، بس مخبيها في بيت الاشباح. بيت الاشباح؟ ايه بقى بيت الاشباح ده يا سيكا؟ ده البيت اللي ساكن فيه 20 روح. مصريين تلاقي، سوريين تلاقي، ليبيين موجودين، اللي انت عاوزه. ده جامع الدول العربيه تانية يعني. لا يا عم احنا مالناش في السياسه. طب بقول لك ايه، احنا نسيبنا بقى من الكلام الفارغ ده. انا لو جبت لك شغلانه كويسه قوي هتريحك وتضمن لك اقامه هنا مدى الحياه، تشتغل معايا سيكا؟ خيرك ساب يا ابو يحيى، ده كفايه الواجب اللي انت عملته معايا النهارده. بس اديني يومين بس كده اظبط حالي واكلمك. طب ماشي، ظبط حالك ورد عليا يا سيكا. ماشي يا باشا، عن اذنك بقى يا باشا. السلام عليكم. نورت يا سيكا. ايه في ايه؟ بنت شهد. ايه؟ طب ما تفضلها يا شيماء. لازم ارد. ايوه يا رخمه. ايه؟ رخمه؟ عنا في عينك ده نمك. هي دي يا بنت السلام عليكم اللي بتردي عليها في التليفون؟ معلش يا ماما، انا كنت فاكراكي شهد. انت فين يا بنت؟ وبعدين ايه الدوشه اللي حواليك دي؟ انت في الشارع يا بنت؟ لا انا لسه في المستشفى ما خلصتش، وبعدين ده الشباك، انا قاعده جنب الشباك. طب ما دام في المستشفى بقى اندهي لي حد من زميلاتك اسلم عليه. هتقولي لها ايه بس يا ماما؟
وبعدين الو. ايوه الو. هي في ايه؟ انا لازم امشي. ليه بس؟ قولي في ايه؟ هي بقى لها شويه شاكه فيا. طب انت مش مظبطه مع صحباتك؟ انا عارفه بقى، شكلها عارفه حاجه. يلا والنبي يلا. استني هوصلك. ده ايه الجو وصفاره الحكم اللي على غفله ده؟ مساء الخير يا فندم. مساء على السلامة. الله يسلمك. الأستاذة غالية الشيمي نزيلة هنا في الأوتيل. ثانية واحدة يا فندم. بعد إذنك. مظبوط يا فندم. طيب هي غرفة كام من فضلك؟ سوري ما أقدرش أقول لحضرتك. خسارة، أنا كنت عايز أديها هدية. حضرتك تقدر تسيبها هنا وإحنا نوصلها للغرفة. طب هايل الأول، أنا هروح أجيب الهدية من العربية وأرجع على طول. أوكي شكرا. مع السلامة. بص يا جيجي، انا مش جاي اقولك زي كل الناس ما بتقولك، بس هي حاجه واحده بس، الحزن في القلب، وكل حاجه في اولها بتبقى صعبه، بس الدنيا لازم تمشي، وهتمشي ان شاء الله. مش كده ولا ايه؟ ان شاء الله يا ريان، بس كله بوقته. طبعا كله بوقته. انا مش بقولك انسي نصها، خليه فاكراه، بس فاكراه في قلبك، وعشان خاطره وعشان خاطر امك الغلبانه تنزلي شوفي شغلك واكل عيشك وروحي وتعالي زي ما انتي، عشان امك لما تشوفك كده هي كمان هتبقى كويسه. ولا انت عايزه ايه؟ ربنا يسهل. واخر طلب بطلبه منك يا جيجي. لا، انا بقى اللي عندي طلب ليك. وأمريني. روح. مالها موحة يا جيجي؟ متكسرش بخاطر، انت غلبانة ونفسها تفرح. انا بنت وبقولك انا عارفة يعني ايه فرح. كل البنات بتستنى اليوم ده عشان خاطري. ماشي يا جيجي، انا هرضيها وهرضيكي، بس انت كمان ترضيني وتعملي اللي هقولك عليه. انا بقى مش هنزل اشتري الشبكه من المحل غير لما انت تكوني موجوده، وانت اللي اديها بنفسك كمان، وانت حره. صاحبتك اتجوزيها هتعنسيها كده. فوقي صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. مساء الخير يا ماما. اهلا يا حبيبتي. انا جيت لحضرتك في وقت مش مناسب. لا قصدي اصل انا كنت نازله. انا مش هاخد من وقت حضرتك كتير. ما الحقيقه اصل والله العظيم ما هعطلك، بس انا محتاجه قوي ان انت تسمعيني. طب اقول لك ايه بس دلوقتي؟ بصي بقى يا بنتي، من الاخر يوسف محرج عليا يدخلك البيت، وانا ما اقدرش اخالفه في اللي قاله. يعني انت مش عايزه تسمعيني؟ ما انت المفروض تقدري موقفي. يوسف لو جه دلوقتي وشافنا انا وانت واقفين الوقفه دي هيطين عيشتي، واديكي شفتي عمل فيا انا وانت ايه المره اللي فاتت. والله العظيم مستعده استحمل اكتر من كده 100 مره. لا حول الله يا رب. طب وليه يا بنتي كل ده؟ ما كل شيء في الدنيا اسمه ونصيب. ماما انا حامل من يوسف. انت بتقولي ايه؟ تعالي تعالي ادخلي تعالي. على بالي على بالي يا حبيبي، على بالي على بالي على بالي ابن بلدي على بالي يا مصري لو له ألف ليلة
تهجر بلدك وسيبها، بلدك بيك أولى يا مصري. لو لتهجر نهر قلبك يكسر، لتبعد وحبايبك تنسى ليه يا ابني بلدي ليه؟ يعني ايه ياما؟ هكون بكذب يعني؟ بتسأليني أنا؟ اسألي نفسك. الموبايل اتقفل ليه أول ما رن؟ قطع شحن. اهو ما كل الناس موبايلاتها بتقطع، هي جت عليا انا يعني؟ علشان تعرفي ان لا كنت في التدريب ولا نيله، ولو كان فصل شحن كنت كلمتيني من تليفون زميلتك او من اي تليفون في كشك في الشارع. ياما عايزاني اقف اتكلم من الكشك وانا جايه على البيت، بتعملي معايا كده ليه؟ ليه؟ يا شيماء صرحيني كده وهاتي من الاخر ايه اللي في نفسك. اصرحك بايه؟ انا اخويا ما بيعملش معايا ربع اللي انت بتعمليه ده. ما هو لو اخوك دي وشم اللي انت بتعمليه هيكون مكسر دماغك ومنيمك في السرير همدانه. شم ايه؟ شم ايه؟ انا عايزه اعرف انت شم ايه؟ حد قال لك حاجه عليا؟ حد قال لك حاجه عليا يا ياما؟ حرام عليك بتعملي كده ليه؟ بتعملي كده ليه؟ حرام عليكي، حرام عليكي. انا ويوسف حبينا بعض قوي، كان كل حاجه بالنسبه لي وانا كمان كنت كل حاجه بالنسبه له. عشنا مع بعض فتره ما كناش بنسيب بعض فيها ابدا، لحد ما فجاه قلب عليا، بقى واحد تاني غير اللي اعرفه، بقى مش طايقني ولا طايق يشوفني ولا طايق يسمع صوتي في التليفون. طب واللي حصل بينكوا ده حصل في الحلال ولا؟ بالحلال طبعا يا ماما، انا بنت ناس ومتربيه كويس. اتجوزنا عرفي، قال لي كده احسن لحد ما يظبط اموره، بعد كده كل حاجه تبقى رسمي. وانا صدقته وسمعت كلامه، ما كنتش عارفه انه هيقلب عليا القلبه دي. انا لو اعرف هو ايه اللي غيره من ناحيتي انا ارتاح، اغير من نفسي، ارجع تاني نادين اللي حبها. والورقه معاكي بقى بتاعتك ولا لا؟ لا، يوسف معاه الورقتين. وهو عارف بحكايه الحمل دي؟ عارف، مش مصدقني ومش مصدق انه ابنه. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. والحل ايه دلوقتي؟ مش عارفه، انا جايه لحضرتك عشان تقولي لي اعمل ايه، انا ما اعرفش اعمل ايه. يوسف جه، ادخلي جوه بسرعه، استخبي في اي حته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مالك؟ مفيش حاجه. انت خارجه ولا جايه؟ لا انا كنت نازله اشتري شويه كلف كده وعراوي من السوق. احضر لك لقمه تاكلها؟ انت ما عملتيش غدا؟ لا ازاي، الغدا جاهز على التسخين. انا قلت بس يعني بدل ما تتعب نفسك انت انا اقوم اسخن لك. خش اغير تكوني حضرتي الحاجه. ما صدقت نفسي لقيت جيجي داخله عليا وبتقولي ان هي خارجه النهارده عشان. ماشي، يبقى نتكل على الله وننزل نشتري الشبكه النهارده. صحيح يا حبيبي؟ حبيبك؟ اه حبيبي، حبيبي ونور عيني كمان. وانا ليا حد غيرك؟ اه ليك يا موح، ليك امك ولا ايه؟ امي دي امي، انما انت روحي، الهوا اللي بتنفسه، عيني اللي بشوف بيها يمين. الكلام الحلو ده. طب اقول لك على حاجه بس ما تقولش عليا عبيطه. قول يا عبيط. انا كنت بتسحب كل ليله وادخل اتفرج عليك وانت نايم، ابص على حته حته فيك، املي نظري منك
كنت ببقى حاسه انك وحشني قوي، حتى يعني وانت مسيني بعلقه ومصبحني بعلقه. انت عارفه يا بنت محا، انا بقى ما كنتش بعرف انام الا لما اقعد افكر فيكي. بس لما الموضوع كبر مني قلت مالك يا تميمي، ما تظبط. مالك بقيت خرع كده ليه؟ بس برضه ما قدرتش. برجع تاني افكر فيك عشان اعرف انام. انت عارفه انت الوحيده اللي كنت مزعلها، ما كنتش بسامح نفسي ابدا، وكنت لازم ارضيك قبل ما انام. يا لهوي، يا لهوي يا بنت، في ايه؟ ما تظبطي. هو في تظبيط بعد اللي انت قلته؟ انت عارف يا ميمي ان انا ما كنتش حاسه اني عمري هسمع منك الكلام ده حتى بعد ما تدخل عليا. ليه يا بنت، في ايه؟ قالوا لك عني ايه؟ ده ميمي برضه عندليب. عندليب قلبي. احنا مكتوبين عشان بعض يا رايق، مش كده؟ طبعا، وانا طول عمري متاكد من كده. بحبك قوي. انا بموت في الطرق اللي بتمشي عليها. ايه يا عمتي، في ايه؟ في ايه يا عمتي؟ في ايه ياما؟ ده كان هيبوسها. بس انت كعقربه في ان حبايه عيني. يبوس مين يا بت؟ وانت يا واد انت قاعد متسهوك متنحنح كده ليه؟ ايدك فين؟ شيل ايدك دي يا عمتي. ايدي اهي، ايدي اهي، في ايه؟ تستغفلوني يا ولاد الكلب. اخص عليكم، يا نهار اسود ومنيل، يا نهار اسود ومنيل. ياني. اهدي يا عمتي، اهدي. في ايه؟ ده احنا كاتبين كتابنا. كان بيقول لي على الشبكه ياما عشان ننزل نجيب الشبكه ياما. والنبي لو انتوا نويتوا خلاص. طب والله كويس انت فاكره عمتي. انا وينه؟ طب ما تزغرطي يا بنتي يا موحه، خلي الدنيا كلها تعرف. يا عمتي اهدي، مش وقته. ما ينفعش نزغرط ياما، البيت متنكس. متنكس؟ طب نزغرط بشويش، يعني ما دام البيت متنكس نزغرط بشويش. زغرط بشويش. بس يا ست، لقيتهم داخلين قدامي بيسالوني ها فكرت ولا لا، وانا اصلا مش في دماغي. ازاي يا بابي مش في دماغك؟ بالعكس يا بابي، انت لما تبقى عضو في البرلمان ده معناه ان هيبقى عندك حصانه سياسيه، وبكده هتقدر تدخل وتخرج اللي انت عايزه من غير ما حد يقول لك اي حاجه. ده غير بقى ان انت هتبقى قريب من الناس التقال بشويه علاقات معاهم، مش هنحتاج واحده زي فريده. ولا انت عايزنا نفضل دايما تحت ترسها؟ باباكي كبر يا غاليه، ما بقاش حمل لا سياسه ولا قرف. فعلا السياسه ده وجع دماغ، ما اعرفش ده عيب ايه ولجنه شعبيه فين، وانا اصلا ماليش في اللعبه دي خالص. اظن عارفه مصلحه بابي كويس، مش مستنياك انت عشان تقولي لي ايه اللي ينفعه وايه اللي يضر. شايف يا شيمي بتعاملني ازاي؟ شايف؟ يلا يا عصام على المطبخ. انا اصلا ما قلتش حاجه، خلينا هتكلم على الدوشه في الموضوع، وخصوصا الراجل مرشح نفسه قدامي تقيل قوي في اللعبه، ونزلت قدامي هبقى بخبط فيه. يا بابي افهمني، الناس دلوقتي بقى عندها وعي، عارفين يفرقوا بين الصح وبين الغلط، والنهارده كل يوم في حملات بتتعمل ضد الفلول. يعني الراجل اللي اسمه هلال الدهشوري ده مش هيقدر يقف قدام حركه التغيير، فاهمني؟ المفروض تبقى خسرت فلوس الحمله. لا مش هتخسر فلوس الحمله، دي امرها سهل جدا، عشان الناس هم اللي مرشحينك، وده معناه ان هم هيدعموك. يعني بشويه فلوس منك على شويه فلوس منهم الامور هتمشي، وساعتها بقى لما تبقى نائب الدايره الخير هيعم على الكل. هم فاهمين كده كويس. بقول لك ايه يا غاليه، ما تكبريش الموضوع في دماغي والنبي. يا بابي الموضوع كبير لوحده، انا مش فاهمه انت ازاي مش مديه اهتمام. ده انت راجل تاجر وصياد، يعني عارف تاكلها منين. شايف كده؟ انا مش شايفه غير كده. يا سعاده الله. رايح فين ايه؟ داليا تاكل؟ ما لقيتش اي حد هناك ولا حتى فلوسي. مش عارف، كل اللي كان معايا راح في لحظه، ودينا اهو رجعت للصفر من جديد. ولا يهمك خالص، المهم ان انت بخير. الفلوس دي امرها سهل يا راجل، ان شاء الله هتشتغل وهتعوض كل اللي راح منك. المره دي مش سهله يا ابو يحيى، انا حاسس ان في حد مبلغ علينا. يا راجل حد مبلغ عليكم ايه بس؟ ازاي الكلام ده؟ مش عارف، بس الحكومه مش هتيجي لغايه المحل وتجري ورايا الا لما يكون عندها اخباريه، وانا دلوقتي مش هينفع اشتغل في اي حته. اكيد دلوقتي بيدوروا عليا وقلبين الدنيا. والله يا اخي انا مش عارف اقول لك ايه، بس ان شاء الله كل حاجه هتبقى تمام. طب انا عاوز منك خدمه، الشغلانه اللي انت قلت لي عليها لو ينفع بس. يا سيكا الشغلانه دي كانت امبارح، اكيد النهارده طبعا في حد اخد مكانك. طيب انا مفيش مكان اروحه دلوقتي، وانت عارف معيش فلوس، لو ينفع بس ابات عندك ليلتين لحد ما ادبر اموري. سيكا والنبي ما تحرجنيش، انا مش عايز مشاكل. لا انسى موضوع المشاكل ده نهائي، هما بس ليلتين لحد ما اعرف انا هعمل ايه، مش هتشوف خلقتي تاني. ماشي، بس شايف دول ليلتين بس. ماشي، وانا مش هنسى الجميل ده ابدا يا عم يحيى، شكرا.
في الهوم يا حبيبي، في الهوم. انت اكيد بتهزر يا سن. سابق قبل كده وهزرت معاك في شغل ولا في غير شغل حتى؟ ما حصلش، بس يعني مش غريبة قوي ان الجنرال بجلالة قدره يطلب عملية بسيطة زي دي. ده اي حد ممكن يعملها. اقول لك على حاجة، الناس من الضنك اللي هي عايشة فيه ممكن تعملها. فاهمها لي بقى؟ مش شغلتك، مش شغلتك انك تفهم سبب لكل حاجة. شوف يا ديمو، احيانا في حاجات بتحصل تبقى صغيرة قوي، بس في تأثيرها بتبقى كبيرة قوي، اكبر حتى من مستوى فهمك. وفي النهاية مش شغلتك انك تفهم، انت شغلتك انك تنفذ اوامر الجنرال وبس. مفهوم يا سن، مفهوم. الكلام اللي انت قلته لي اخر مرة ساعة موضوع التمثال انا ما بلغتوش للجنرال، اعتبرته مجرد كلام في الهوا في لحظة سرحان. بس مش كل مرة اعتبر كلامك كده، وخد بالك كويس قوي من كلامك معايا. تمام يا سن. دي صور الارض كلها، يا ريت حضرتك تبص عليهم بقى واحده واحده. انا خلاص اتفقت مع صاحب الارض، ما فاضلش غير انتوا تروحوا تشيكوا عليها. بس انت متأكدة ان الارض دي ممكن يكون فيها حاجة؟ انت عارفة الاجهزة والناس اللي بتيجي بيكلفونا كتير. انا من نظرتي متاكده ان هي فيها حاجه. مع احترامي الشديد، ايه اللي بيأكد لك نظرتك دي؟ يا فندم انا متخصصه في تاريخ الاثار، واعرف كويس قوي ان الفراعنه ما بيختاروش لا اي ارض ولا اي مكان عشان يعملوا مدافنهم عليها. الدفن عندهم ليه مواصفات خاصه جدا، هما مش مجرد ناس يعني بيحفروا ويدفنوا وخلاص. وبعدين دي مش اول مره اطلع اثار مدفونه. التربه بتاعت الارض دي فيها تشابه كبير جدا بين الاراضي التانيه اللي طلعنا منها اثار قبل كده. اتمنى لو يكون فيها، واسف جدا لو فهمتي سؤالي غلط. ولا يهمك. طبعا انا مش محتاجه ان انا افكر حضرتك في موضوع العموله. مش هنختلف. ان شاء الله مش هنختلف. طيب لما الناس اللي عند حضرتك يكونوا جاهزين يا ريت تبلغني. اكيد ان شاء الله. افرد كده يا كابتن، افرد. الله ينور عليكم يا رجاله. يا باشا دي يا باشا هتبقى للشارع، وهيبقى في واحده على اليمين وواحده على الشمال. برافو عليك يا يوسف. تعالى انا عايزك جوه شويه. تحت امرك يا باشا. عايز فيها خرام عشان الهواء. خير يا باشا. عايزك تعدي على الرائد بتاع السياحه، عندي هديه صغيره عايزك تديها لي. حاضر. بابي انا عندي مشوار صغير كده هخلصه واروح من بره. اوكي يا حبيبتي، باي. اوكي روح. باي. ده الصح منه يا باشا، عشان نأمن نفسنا من أي لبش ممكن يعمله الدهشور. صح. هدية ايه؟ ماشي يا باشا، أنا هلفها لفة تمام وأجري على هناك على طول. مع الإذن. مع السلامة. أنا ماشي يا فري، رايح التمرين، عايز حاجة؟ استنى يا أمجد أنا عاوزاك. أدي قاعدة يا ستي. قولي. مش هفكرك باللي اتفقنا عليه. إيه بقى اللي اتفقنا عليه؟ الرولز. رولز. رول نمبر 1 اللي عينيك شافته هنا محدش تاني غيرك يعرفه. نمبر 2 شرب كتير في أي مكان ما يحصلش، لأنك ممكن تسكر ولسانك يفلت. ماشي. مقابلتنا هنا أنا اللي هحدد ميعادها مش أنت. أوكي يا حبيبتي. تليفونك أول ما تدخل هنا يكون مقفول، ويا ريت تشيل البطارية. ماشي يا روحي. عايز حاجة؟ أشوفك بالليل؟ أوكي. هو انت ليه دايما قاعد لوحدك؟ أنا؟ بتيجي لوحدك وبتقعد لوحدك وتمشي لوحدك، مش غريبة شوية ولا؟ غريبة جدا، غريبة والشيء الغريب فيها يعني انك تلاقي حد مركز معاكي وتحس انه مراقبك. لا انا مش براقبك ما تخافش، مش قصدي. وانا كمان ما اقصدش، بس يعني اقصد يعني انها غريبة شوية ان يبقى في حد مركز معاكي وشايفك قاعد لوحدك ومخلي باله منك وحاجة كده يعني. طبيعة شغلي بتخليني ابقى دايما واعية من الناس اللي حواليا. انتي بتشتغلي ايه؟ مذيعة.
احتمال ابقى مذيعة، مش متأكدة لسه. قول ان انا خريجة اعلام. اقول طب يعني ليه احتمال تبقي مذيعه يعني؟ عملت انترفيو، مستنية النتيجة وعندي احساس ان هم هيسقطوني. انا دايما عندي حساسية، ما تخونيش. كمان عندك الحساسيه، كويس. مين صاحب المحل؟ لا ماليش في الوسايط وكده، فمش انا ما قلتش وسايط، في حد قال وسايط هنا؟ ما قلتش وسايط. مين صاحب المحطه؟ واحد اسمه فريد منير. تمام، فريد منير. حلو؟ هو ايه اللي حلو؟ اسمه؟ طب مش عايز تعرف اسمي انا طيب؟ انا اسمي دياب، ديبو. انا اسمي امينه. ازيك يا امينه؟ ليه ما جيتش تسلم عليا قبل كده؟ احنا غنينا مع بعض هنا مره، فاكر. وعلى فكره صوتك حلو جدا. بعد ايه؟ انا بس ممكن تلاقيني يعني بتكسف جدا. طيب المره الجايه ما تتكسفش. حاضر. ايه يا عمر؟ انت كل مره بقى هتسافر لي فيها هتقعد لي بالاسبوعين والثلاثه؟ غصب عني، ما انت عارفه شغلي. يا سلام. طيب المره الجايه بقى هعرف انت فين واجي اطب عليك. امسكي. تشيز. ايه ده؟ ايه ده؟ هتقوم! انت ايه اللي دخلك كده اصلا؟ هتقوم! يلا! ايه اللي بيحصل؟ يلا! ايه ده واخديني على فين؟ منصور باشا. ازيك يا ديبو؟ اخبارك ايه؟ كله تمام سعادتك. اخبار الانتخابات معاك ايه؟ لا انا لسه المرحله الثانيه، اما نشوف. اكتساح يا باشا، ان شاء الله اكتساح. ميرسي يا ديبو. قول لي اخبار المكان ايه؟ حلو ولا هنتعكنن؟ هعكنن ازاي يا باشا وديبو موجود؟ على فكره وجه المنياوي قطعت لك رجله من هنا خالص. احسن. ميرسي يا ديبو، ما تحرمش منه. اتفضل يا باشا، اتفضل سعادتك. اتفضل. يا ميمي، ازيك يا صاحبي؟ ايه بقيت على العيال؟ جايين يعني. ماشي يا صاحبي، سلام. اتفضلي امضي يا مدام. اتفضل امضي. تحب نجيب الوالد يستلمك ولا؟ لو سمحت، كفايه قوي بقى لحد كده، ملهاش لازمه الفضايح. شريف باشا. ابو حجاج. وحلو باشا فين؟ تعال. ايه ده؟ في ايه يا مدام غالي، انت بتعملي ايه هنا؟ يوسف الحقني يا يوسف، الحقني. ايه اللي حصل؟ تعرفوا بعض يا يوسف ولا ايه؟ يا باشا استاذن معاليك يا باشا في كلمه بره. ماشي. زي ما بقول لك كده يا دهش، اول ما جالي الخبر ده قلت لازم اقول لك عشان تبقى عامل حسابك. انت متاكد من الكلام ده يا سعيد؟ عيب يا دهش، انا عمري قلت لك حاجه وطلعت غلط. الله، هو من امتى الشيمي بيفكر في الانتخابات؟ دي لا لعبته ولا بيفكر فيها. يا بيه البلد حلقه تشقلب، واللي ما كانش بيفكر زمان عينه بقت قد كده وبقى طمعان فيها دلوقتي. والله وطمعت يا شيمي. ماشي، هو فاكر بقى ان شويه العيال اللي حواليه هينطقوه وينجحوه في الانتخابات. شفت انت بقى ازاي الكلام كده؟ انا شفت، لكن هو لسه ما شافش. والله العظيم لو وريه النجوم في عز الظهر الفرجه هتبقى للكل. يا رب. ميرسي قوي يا يوسف. على ايه؟ انا ما عملتش حاجه. انا بس كنت عايز اقول لك انه الموضوع ده بالنسبه لي كانه ما حصلش. يعني لا هجيب سيره لحد ولا الشيمي بيه ولا لغيره. انت عارفين انا راجل في كلمتي. كده ميرسي. تصبح على خير. غاليه، بلاش تعيطي. مساحة دموعك كده وابتسمي وخشي عادي كأن ما حصلش حاجه. ها؟
عايزه افهم حاجه دلوقتي. لما اللجنه تقول لي ان انا رقم 1 من مرشحين المذيعات وانت تيجي تقول لي ان انا سقطت، انا اعمل ايه دلوقتي؟ بص يا انسه، اللجنه من الاخر بتدي توصيات مش اكتر، لكن القرار النهائي بيبقى من مستر فريد صاحب المحطه. وما دام القرار النهائي جاي من صاحب المحطه، يبقى انتوا لازمته ايه بقى ان انتوا تنزلوا اعلانات والانترفيوز والكلام الفاضي ده كله؟ ولا انتوا بتحبوا الشكليات بس ولا هو ايه بالظبط؟ والله علمي انا هنا مش اكتر من سكرتير وبس. طب انا عايزه اقابل مستر فريد ده. مش ممكن، ما ينفعش حد يقابله بدون مواعيد سابقه وقبليها بمده كمان. ده غير ان هو الوحيد اللي بيقرر يقابل مين وما يقابلش مين. طيب الاقي معاك ورقه؟ طبعا. اتفضلي. الى الاستاذ فريد، طز في سيادتك. وصل له دي لو سمحت. ايه يا ام عاطف، انت ايه مفيش حاجه غيرتك؟ الثوره ما عملتش فيكي حاجه؟ اتقلي شويه يا ام عاطف. يا جماعه اللي سلم بومبا امبارح هو اللي هياخد النهارده، اللي ما سلمش هيستنى معانا شويه. بكام يا نحل؟ ب 8 جنيه يا ستي. يعني ب 8 جنيه، يعني وداعا لغلاء الاسعار، يعني وداعا لبابور الكاس، يعني بالصلاه على النبي كده كله هيطبخ النهارده. وريني كده يا ستي. او النبي يا نحل اهو من امبارح. بس انا حاسس ان البون ده مزور. ليه يا نحل؟ هتيجي انبوبه برضه، خدي واحده. ماشي يا نحل. خد يا تعالى. حسيت لنا فيها يا ام عاطف. ايوه يا باشا، امر يا باشا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى سقطت في الامتحان. انا مخنوقه قوي. عادي، كلنا مخنوقين. لا بس انا مخنوقه بجد. تصور يسقطوني عشان ما عنديش توصيه من حد. وايه الجديد في كده؟ بلدك كلها ماشيه بالطريقه دي. هو انا المفروض اعمل زي الناس عشان اعرف اعيش؟ هتعيشي كل حاجه بس هتتعبي شويه. طب لو التعب ده بيجيب نتيجه تمام. بستغرب قوي، بستغرب ليه ما ينفعش الحياه تبقى ابسط من كده؟ ما تشوفني انا بعرف اعمل ايه، ومش مهم انا بنت مين ولا جايه منين. زي المكان هنا مثلا، ما هي الناس عادي قاعدين مع بعض وبيتكلموا وبيحكوا، مش لازم كل الناس تعرف تفاصيل حياه الناس اللي حواليها. زينا احنا يعني، ما انا ما اعرفكش قوي، بس انا حاسه ان انت بني ادم كويس، وهو ده اللي انا محتاجه اعرفه. صح ولا انا بقول اي كلام ولا ايه؟ يمكن يكون صح، يمكن. وانا دلوقتي مقتنعه ان هو صح، وهقعد اطبقه في حياتي لحد ما يثبت فشلته. اوكي، مش هبقى مذيعه في صحافه كتابه، على ما اظن بقى دي ولا فيها وصيات ولا محسوبيات ولا نيل. ابويا دايما كان بيحكي لي عن واحد كان بيجي يسأل عنده في الشغل. الواحد ده ما كانش معروف ولا حتى مشهور، بس اي حاجه بيكتبها كان بيتاثر بيها الناس في كل حته. عادي، دي ضريبه الكتاب، مفيش حد يعرفهم غير المهتم بيهم. لا، ده كان مشكلته انه ما فيش حد يعرفه خالص، لا المهتمين ولا غير المهتمين. المهم صاحبنا ده كان بيكتب مقالات لرئيس تحرير جورنال من الجرايد، انا حتى مش فاكر الجورنال ايه. كان رئيس التحرير بيقول له اكتب لي مقاله عن كذا وكذا وابعته لي على البيت. كاتب من الباطن في الضلمه يعني. المهم تقدري تقولي ان رئيس التحرير كان بيديله فلوس على المقالات دي كل اسبوع. كان يجي يسأل عند ابويا ويخلص كل فلوسه في ليله واحده بس كل اسبوع، وهكذا الحياه. يعني قصدك تقول ان حتى الكتابه فيها كده برضه؟ اي حاجه فيها كده. لا، ما تقولش ان اي حاجه فيها كده. ده واحد قرر ان هو يبيع روحه من الاول، خلاص هو حر. ده ما كانش اختيار، ده كان اجبار. الظلم والفقر والعوزه بيخلوا اي حد يعمل اي حاجه، صدقيني. المهم بعد ما رئيس التحرير مشي من الجورنال، او تقدري تقولي رفضوه، صاحبنا بقى خالي شغل، بقى ماشي في الشوارع يكتب على الحيطان انا الكاتب الاصلي، انا اللي عملت فلان الفلاني. مفيش حد صدقه. مفيش حد صدقه. عشان كده البساطه اللي بتتكلمي فيها عن الحياه مش حقيقيه، مش حقيقيه. في ناس في الحياه بتاخد اماكن ناس، وفي ناس بتقتل احلام ناس. خلاص بقى نظام اتعودنا عليه.
القانون ماشي على الكل. فاهمين؟ عارف انا لو اطول فريد منير ده عملت فيه ايه؟ تعملي فين؟ مش عارف بس اكيد هعمل حاجه تضايقه. طب يا ستي، الفريق بتاعك ده بيسهر عندي في الشغل وبيتعالج اي وقت بالليل وهتلاقيه هناك. سلام. استنى طب استنى نتكلم في الموضوع ده. يا باشا انا مش هتكلم غير في وجود الرايق بتاعي. صباح الفل يا هيثم باشا، نورت المنطقه. ازيك يا دفعه؟ الانابيب دي منين يا رايق؟ بتاعت الناس يا باشا، اللي بيفضل نملاه وناكل فيه لقمه عيش. انت عارف سعر الانبوبه بقى بكام دلوقتي؟ وبتملوها بقى منين ان شاء الله؟ اسطورد يا باشا، اسطورد. هنعمل ايه بقى؟ اكل العيش مر يا باشا، ما يلزمكش انبوبتين على البيت. صحيح ما يلزمكش، بس انتوا بتوع الغاز الطبيعي يا باشا. انا كنت عايز اوجب معاك من غير اي حاجه والله. لا تشكر يا اخويا، واجبك وصل. نورت يا باشا. اطلع يا ابني. نورت يا عم الدنيا. عارف يا يوسف، وحامل منك كمان، وكمان مش عايز تعترف بيه. ليه يا ابني كده؟ بتعيد موال ابوك تاني ليه؟ ده انا اللي ربيتك وطلعت كأنك شارب منه. مش مكفيك المرار اللي عشته وعيشتني معاك في عمر بحاله، جاي تبتديه من الاول وجديد تاني في ابنك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ايه يا ديبو، رحت فين؟ يا عم انا معاك اهو. لا يا ابني انت مش معايا خالص بصراحة. انت جاي تقعد مع نفسك او منزل انا؟ لا انا عايز اقعد معاك. انا بس سرحت منك شويه. سرحت في ايه؟ خير. بقول لك يا عمي، هو انت ام يوسف ايه يعني ايه؟ ايه الموضوع يعني؟ ناويين على ايه؟ شوف يا ديبو، انا زي ما قلت لك قبل كده، الست دي انا ممكن اكتب عليها النهارده قبل بكره، بس انا عارف ان مشكلتها ابنها. خايف اتكلمها، وانا متاكد بقى ان عمرها ما هتقدر تكلمها. يعني انت عارف انها عمرها ما هتكلمه وراضي بكده؟ ايوه يا ابني، لاني مقدر المفروض طاقتها. طب بقول لك ايه، لو حصل يعني افتراضا يعني خلاص هي وافقت وابنها وافق كله بقى تمام، وبعدين رحت لها قلت لها ما ينفعش، خلاص ما بقاش ينفع، وقلت لها اي اسباب، هتعمل ايه هي؟ من غير اسباب يا ديبو، ولا هتعمل حاجه يا ابني. تعبيط يالا، هو في حد بيغصب حد يقعد معاه غصب عنه؟ لا يا عم ما ينفعش، محدش بيقعد مع حد غصب عنه، بس يعني منظرك هيبقى ايه قدامها؟ بقول لك ما تجيلي دغري وتقول لي انت عايز توصل ليه من الاخر. تفضل طول عمرك تحلف انك نفسك تعمل الحاجه دي، واول ما تعملها تلاقي فجاه حصلت لك حاجه تانية خالص. حاجه احلى؟ مش حكايه احلى ولا وحش، حاجه وخلاص. منظرها يبقى ايه؟ انت بتسالني انا؟ اسال نفسك يا ديبو، اسال نفسك. وحشاني يا سونا يا حبيبتي، وحشاني قعدتك الحلوه. وانت كمان يا زوزة يا اختي. عقبال بناتك. من بقك لباب السما يا حبيبتي، في حياتك ان شاء الله. ربنا يخليكي يا حبيبتي. انا كنت يعني عاوزه اطلب منك حاجه كده، بس الحقيقه كنت محرجه يعني منك. محرجه؟ تحرجي مني انا؟ ده احنا اخوات يا زوز. كنت عاوزه يعني لما البت سماح تتجوز الرايق يعني
اجي اقعد عندك يومين عشان انت عارفه الجواز بقى والحاجات دي، عايزاهم يرمحوا في البيت كده براحتهم. طب تصدقي وتامني بالله؟ لا اله الا الله. كانت على طرف لساني وكنت لسه هقولها. يا حبيبتي اصيله والله يا سوله. قال وانا اللي كنت خايفه لا تقل عليكي. اسم الله عليكي يا اختي، تقلي عليا؟ ده ما شالتكيش الارض تشيلك الكنبه. كنبه؟ اه. يا رجاله جرالكوا ايه؟ في ايه مالكم؟ يا في ايه؟ واحد كان طمعان في التمثال والتاني بيوزع لي عربيه انابيب، مش كام انبوبه وخلاص. هو في كده يا راجل؟ وتهدى يا عم دياب، الناس يا اخي مشتاقه لريحه البوتاجاز. لما جنرال يعرف اللي احنا عملناه، الناس دي هتنفعنا بحاجه؟ هو يعرف منين وكان عددهم؟ بعدين احنا عملنا اللي قلنا عليه، غير كده ملوش فيه. يا مين افهم، افهم يا جدع انت. لما ندوس على شغلانه تبعه يبقى احنا كده بنعمل مصلحه من وراه. وهو لو عرف مش هيسيبنا في حالنا، صح ولا غلط؟ يا عم الحكايه لا صح ولا غلط، مفيش حد هنا ممكن يقول له الكلام ده، احنا بس اللي بنشوفه ومش احنا كمان، انت لوحدك اللي بتقابله. يا يوسف ما حدش ضامن اي حاجه، ممكن تبقى الليله دي كلها تستايا، بيمتحننا يا اخي. بقول لك يا دياب، اللي حصل ده احنا اللي لينا مصلحه فيه ولا الشغال يا راجل. الناس تعبانه وكفرانه، كل يوم من صباحيه ربنا واقفه في الطابور وشايل الانبوبه في دماغها، وفي الاخر بيرجعوا ايد ورا وايد قدام. اوعى تفتكر ان الجنرال ده بيعمل كده عشان خاطر الناس، ولا بياخد الانابيب يوزعها في حته ثانيه. لا يا صاحبي، ده بيعمل كده عشان يعطش السوق، بيعمل كده عشان يكسب الناس ويدوس على دماغهم. وبعدين اسال اي حد في الحاره اشترى مننا، احنا بعناها بحقتها 8 جنيه ولا مليم زياده، يعني لا سبوبه ولا مصلحه. امي طلع لها انبوبه؟ حصل. ولسه في شويه انابيب جوه الحبايب. ماشي يا عم يوسف، الناس اتبسطت وبيدعوا لنا. تمام. ياكش يولع الجنرال، لابو الجنرال كمان. خليها على الله. جرجير وعكاوي وكوارع ومنبر منه فيه عشان انت يا واد داخل على جواز. تسلم ايدك يا عمتي. انا عايزه اقول لك على حاجه كده. بقول لك يا عمتي، سامح قالت لي انا لا عامل لا فرح ولا دياول، في ايه تاني؟ اصطبر عليا بس في الكلام وشوف اخرته ايه. انت مش قلت انكم هتتصوروا صوره ليله الدخله؟ اه قلنا وخلصنا خلاص. طيب هقول لك على حاجه تانية صغيره. لا صغيره ولا كبيره بقى يا عمتي، خلاص بقى تصوير وقلنا ماشي، اوضه هتدين وهتاخد وشين، تنجيدك بقى تترمم، في ايه تاني؟ والنبي يا اخويا ما تعصب نفسك، خلاص يا ماما مات الكلام. لا ما ماتش الكلام. اقول لك ايه يا حبيبي، ده البنت اللي حبت من الدنيا، حبيب قلبي، دي ليله طول عمري يا قلبي. والنبي يا عمتي ما تضايقي لي عينيك كده وتعملي فيها غلبان، خلصنا مش عامل حاجه. طب حاجه صغننه كده على قد الحال يعني، نلم فيها اصحابنا وحبايبنا وهنقعد ليك عليا لا في مزيكا ولا في رقص. ونبقى كده ما كسرناش بخاطر البنت الغلبانه. ويكون في علمك بقى البنت جيجي هي صاحبه الفكره. قلت ايه؟ قلت خلاص بقى، خلاص. شيماء، بنت يا شيماء، يا بنت ما فكرتنيش اطلع كيس لحمه من الثلاجه ليه يا بنت؟ انت يا بنت يا شيماء، بنت يا شهد. ايه نعم. شيماء اختك فين؟ اختي مين؟ اختك؟ هو انت عندك كم اخت يا مضروبه؟ شيماء راحت تدي حقنه لخالتي زوزة. يا خرابي، تدي حقنه لزوزة ليه؟ تعبت بقى امبارح وصلاح كلمتها قالت لها تيجي تديها حقنه. حبيبتي يا زوزة، لا ده انا لازم اروح اشوفها. لا استني يا بنتي بقى تستريح. تستريح ده ايه؟ دي اختي لازم اروح اشوفها. لا بس اوعي يا بنت سيبيني. انا عندي شك انك مش هتيجي. لا انا قد كلمتي قوي. طيب دلوقتي بقى انت مستنيه مني انفذ وعدي صح؟ معرفتي بيك عرفت ان انت دايما بتنفذ وعدك، ولا ايه بقى هتخستع مني النهارده؟ اخستع؟ انا عمري ما خستع. قلب الجبل؟ ايه هو بيعض؟ بيعض ايه وبتاع ايه الكلام ده؟ حتى لو بيعض نخلع له اسنانه. بقول لك ايه؟ الراجل قاعد هناك اهو، ماشي؟ مش عايز ضرب، الراجل ده شيك وعالي وما ينفعش نطفشه. حاضر هحاول ما اضربوش. تحاول ما تضربوش؟ طب عزمني طبعا على حاجه الاول. ماشي يا لمضة، تعالي ربنا يستر. طيب يلا على الباب. الله. حاضر. زوزة، ألف سلامة عليكي يا حبيبتي، ألف سلامة عليكي. ادخلي تعالي. مالك يا وليدي؟ مالك يا حبيبتي؟ ايه انت اللي مالك يا اختي؟ مالحه العدوين في قالوا ايه؟ لي يا اختي انك تعبانه من ايه يا حبيبتي؟ تعب لما يجيلك في مفاصلك يا وليه. ما انا حلوه وزي الفل اهو، انت هتفسري عليا؟ هتعيني بالعافيه بالكذب يعني ولا ايه؟ امال البت قالت انك جت تديك الحقنه. بنت مين؟ شيماء. شيماء ادتنا انا حقنه؟ انت بتهزري ولا بتتكلمي جد ولا ناسيه؟ شيماء، بنت يا شيماء. ايه ياما بتزعقي كده ليه؟ اهي شيماء دي ولا مش شيماء؟ ايوه هي شيماء.
واديتك الحقنه ولا ما اديتكيش الحقنه؟ لا ما ادتنيش حقنه. ما اديتكيش ازاي يا اما؟ دي لسه معلمه. معلمه فين يا بنت؟ سلامتك يا خالتي، الف سلامه عليكي. الله، يعني انا خدت حقنه؟ اه يعني انا عيان؟ ايوه يا عم. طب ما تستنوا كده انا اشوف في ايه. اسم الله عليكي يا اختي، اسم الله. ده انا عيانه بجد يا اختي، ده انا مش قادره اقف على رجلي. اسم الله عليكي. ياني ياما ياني. تعالي ياما خشي ياني. سلامتك يا خالتي. هموت يا سونا. اسم الله عليكي يا اختي. هموت يا سونا يا اختي. العدوين واللي هموت يكرهوك يا يا سماء. زوزة. بعد الشر ياما. عشان يا اختي نيموني، سايبيني واقفه ليه؟ ياني. اسم الله عليكي يا زوزة. ياني. هبقى اجي اشوفك بعدين يا اختي. يلا يلا يا اختي، يلا يا ست الحكيمه. نرسى ياما نرسى. نرسى ياما نرسى. يلا يلا يا اختي. في حاجة يا يوسف؟ لا انا كنت عايز اعرف بس اذا كان الشيمي بيه قال لك على اللي عمله سعيد ولا لا. عرفت. وعلى فكرة أنا مش مستغربة. أنا خلاص اتعودت على الحركات بتاعته دي من زمان. بصراحه يعني ده عيل خسيس، ومش فاهم انا كنت متجوزاه ازاي. مش قصدي حاجه يعني، بس لا هو من توبك ولا من مقامك. يوسف أنت جيت معايا ليه النهاردة؟ هو انت متضايقه من وجودي ولا حاجه؟ لا بالعكس، أنا بقيت مطمنة دلوقتي أكتر وأنت معايا. انا جيت باوامر من الشيمي بيه للحمايه يعني، انت عارفه سعيد وحركاته. بس لو تحب افضل معاكي على طول انا ما عنديش مانع. قصدي يعني لو في اي مشوار ولا حاجه. بص يا يوسف، الحركة اللي أنت عملتها ورحت قلت لبابي على موضوع سعيد دي حركة حلوة أوي. على الأقل أنا حبيتها. وريتني قد إيه أنت جدع وإنسان كويس. بس بليز زي ما وعدتني، الموضوع اللي حصل معايا ده يا ريت ما يوصلش لبابي. يا ليه؟ انا موجود معاكي عشان احميكي وبس، زي ما وعدتك قبل كده. ما تخافيش مني. ميرسي يا يوسف، ميرسي على اللي أنت كل اللي بتعمله معايا ده. هاي. إيه الأخبار؟ يا اوكي اتس سو جود. قول لي يا رايق، لو حبينا ننجح حد في الانتخابات نعمل ايه؟ ندعي له. غير ندعي له. يا باشا خلاص بقى الكلام ده خلص. دلوقتي محدش بينجح غير باصوات الناس، غير كده ما تلاقيش. طيب نعمل ايه عشان نخلي اصوات الناس دي تروح للراجل بتاعنا؟ يبقى نخلي اصوات المنافسين كلها تروح له. حلو قوي. ازاي؟ نوقع المنافسين في الغلط، نخلي الناس تحس ان مفيش فرق بينهم وبين اللي قبليهم. ايوه بس المنافسين مش هبل عشان يقفوا في حاجه زي دي. يا باشا هم هيعملوا حاجه، احنا اللي هنعمل كل حاجه وكله بالطريقه. طب احكي لي. انا احكي لك. دلوقتي الراجل بتاعك هيعمل صوان كبير ويلم فيه اهالي الدايره، تمام؟ تمام. شويه ناس من عندنا يخشوا يهتفوا للمنافس بتاعه. كلمه في حدوته الدنيا هتتضرب، الصوان هيتكسر على اللي فيه على الراجل بتاعك وتبقى بسيسه. كده هيبان المنافس ايه؟ بلطجي. بعديها على طول الراجل بتاعك ده هيعمل صوان يجمع فيه كل الحاجات الناقصه من السوق ويبيعها بسعر قليل، الناس تخش تشتري وتدعي له كمان. كويس. لا مش كويس، ما تفرحش، الصوان ده هيتولع فيه. كده هيبان ان مين اللي عمل كده. اكيد منافسينه. قصدك الكلاب اللي مش عايزين الناس الشرف هيخدموا الناس الغلابه. ما انت عارفنا شعب غلبان ويموت في العواطف. الناس دي لو حس ان في حد بيعمل لهم حاجه هيروحوا معاه زي ما انت عايز. يا هبت القرود. هايل يا رايق. حبيبك يا باشا وتلميذك. ادي الفايل يا يوسف. اي امر كده يا فندم؟ لا شكرا. ازيك يا شين؟ خالد دهشوري في البازار. ده المفاجأة السعيدة دي. انت متأكد انها سعيدة؟ اه طبعا سعيدة جدا. تشرب ايه؟ لا مفيش داعي. اصل انا مش ناوي اقعد كتير. انا جاي اقول لك كلمتين على السريع وماشي. خير. كل خير. انا سمعت انك مرشح نفسك في الانتخابات اللي جاية وانت عارف ان انا داخل الانتخابات. طب ودي فيها ايه؟ فيها انك بتحط نفسك قصادي. لا ما تحسبهاش قوي كده يا دهشوري. انا اصلا قابلت عشان الناس واهل الدايره طلبوا مني كده. وبعدين مش مهم مين ينجح ومين ما ينجحش، المهم ان احنا نخدم الناس. ولا انت رايك ايه؟ برافو برافو يا شين.
ده انت كمان بدأت تحضر للكلام الحلو اللي هتقوله. اسمع يا شيمو، اللعبة دي انت مش قدها وما تعرفهاش وما لعبتهاش قبل كده. احسن لك ما تحطش نفسك في مكان انت مش قده. انا مش فاهم انت قصدك ايه. لا انت فاهم قصدي كويس، السكة مش سكتك. خلاص اتعلم امشيها. الله، ده انت ناوي بقى. بصراحة ماشي، انت اللي اخترت، بس خلي بالك اللي يلعب الدح ما يقولش ايه. ده سوري، البلد اتغيرت واللي كان ليه سعر زمان بقى دلوقتي بملاليم. بيتهيألك. سلام. جرى يا عادل، مش هتبطل تعلي صوتك على ابوك قدام الناس؟ يا رايق ما هو اللي ما بيكبرنيش، يرضيك يعني يشتمني قدام اللي رايح واللي جاي؟ يا عم اديك بالجزمه كمان، هو انت بتكبر على ابوك ولا ايه؟ والله يا رايق انا كنت بتنفس ساعتها، ما كنتش عارف انا بقول ايه. معلش يا عادل، استحمل ابوك كده خلاص، مش حامل الحاجات دي. روح يلا، دوس دماغه وراضيه، يلا. ماشي يا رايق. يلا عطول يلا. يا فتاح عليم رزاق كريم، قابل يا كبير. يا صباح الفل يا هيثم باشا، تعالى نحن نشوف الباشا يشرب ايه. عينيا يا كبير، تشرب حاجه يا هيثم باشا؟ ملوش لزوم يا ابني. بص بقى، انا جاي لك في كلمتين من الاخر. امر يا باشا. مفيش نزول انتخابات السنه دي. يعني ايه يا باشا مفيش نزول انتخابات؟ انا لازم انزل وانتخب واعلم عليهم، قصدي انا اعلم عليهم على الورق يعني. تنتخب وتعلم حقك، لكن تبوظ الانتخابات وفي دايرتي ده اللي مش حقك. يا باشا هبوظ الانتخابات ايه؟ انت ليه واخد عني فكره وحشه كده؟ انا راجل عريس وفرح كمان كام يوم، يعني مش فاضل الكلام ده خلاص. عموما اديني قلت لك، يومها بقى ما اشوفكش لما ابني كام عيل من عيالك القلاطيش ونازلين بقى تعملوا لي نمره ولا حاجه. يا باشا عيال ايه وقلاطيش يا باشا؟ انت هتزعلني منك ليه؟ بعدين الكلام ده كان زمان خلاص، ما بقناش نعمله دلوقتي، الناس بقت عارفه وفاهمه كل حاجه. ويعني واحنا زمان كنا بنعمله ليه؟ ها؟ عشان الناس بتوعكم. خلصت يا سيدي، ولا فيها بتوعكم ولا بتوعنا، واحمد بقى زي الحاج احمد. فيا ريت بقى يومها ما اشوفكش طالع لي بحاجه، عشان انا كمان ما اطلعلكش بالحاجات اللي عندي اللي ريحتها كان كمت ونفسها تشمها. نفسها تشم هوا صح. لو عليا يا باشا انا هنزل انتخابات، انتخب وارجع لبيتي واكل عيشي. احنا خلاص بقى ناس كبار وعايزين انتخابات نزيهه. ماشي يا عم النزيه، سلام. سلام يا باشا. يا كبير انت هتنتخب مين؟ هنتخب نزيهه. يلا ها. اضربني يا كبير. ماشي. صباح الفل يا جيجي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا جيجي؟ ازيك يا عم سيد؟ تعالي يا حبيبتي اقعدي. طب انا في مشوار كده دي بقى. طير انت. يا فتاح يا عليم يا رزاق كريم، يا رب يا هادي هات الزبائن ناحيتك. وعندك واحد شاي هنا سكر زياده لو عايز. ما تزعلش مني، حقك عليا. لسه فاكره؟ هو انت لسه عايش في دور متضايق؟ وبعدين يعني مين المفروض يصالح التاني؟ ما انت شايفه نفسك مش غلطانه، جايه ليه؟ عشان ما احبش اشوفك كده. وبعدين وحشتني الله. وبعدين يعني مش كل شويه تمسك عليا كلمتين اتقالوا في ساعه شيطان. جيجي من الاخر كده، انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزك ما تزعلش مني ولا تبعد عني. بحبك يا دي. وبعدين يعني من ساعة اللي حصل وانا مش عارفة اتلم على بعض. كفاياني قوي اللي بعده. لا اله الا الله. هو انا يعني اللي عايز ابعد؟ يا بنت انا لما كلمتك في موضوع السفر ده انا اتكلمت فيه يعني عشان احنا الاثنين. طب ما بلاش نتكلم في الموضوع اللي بيخلينا نتضايق من بعض ده. بقول لك ايه، انا استأذنت ساعتين من المقدس، لو ينفع يعني نخرج النهارده. ساعتين بس؟ ساعتين 3 4 اللي انت عايزه يا قمر. يا ام يوسف استنى، راح فين؟ رايحه السوق. ما قلتليش يعني الست صاحبتك دي ما كلمتكيش على موضوع العنوان؟ لسه يا اخويا، اديني مستنيه. على العموم اول ما تكلمك بقولي لي لازم اروح معاكي. كتر خيرك يا ياسين، انا مش عايزه اتعبك معايا، اصلها بتقولي انه ممكن يبقى بره القاهره. ان شاء الله يكون في بلاد وائل وائل. ما ينفعش يا مديحه اسيبك تروحي لوحدك في حته وناس ما تعرفهمش، ده كلام برضه. بقول لك ايه يا ياسين، انا عايزاك تقعد مع يوسف تاني، تتكلم معاه، تقول له انك كنت عارف ابوه زمان وتحكي له اللي حصل.
هو بيسمع لك وهيصدقك. والنعمه من غير ما تقول بكلمه، بس هو الواد راكب دماغه. اعمل ايه بس يا ربي؟ ما تعمليش حاجه، خليها على الله. ما ينفعش تبصي لورا بقى دلوقتي يا مديحه، بصي قدام. ربنا يفرجها ان شاء الله. على قولك يا اخويا، على قولك. اللي حصل حصل وخلاص. ما عادش يجي منه. على العموم انا هكلمه تاني، يمكن ما كنتش عارف. طيب يا اخويا، فوتك بعافيه. بالسلامه. اهلين اهلين، اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا، الحمد لله على سلامتك. فوت ادخل. يسلمك. فوت ادخل. بعرف عذبتك الشنطه كتير، ميرسي الك، بتشكر لك. انا اللي بتشكر لك. اجلس اجلس. مش عارف اقول لك ايه انت ولا ابو يحيى، انا مش مصدق لسه في ناس بالكرم ده. ما تحكي هيك، نحن كلنا اخوه. ربنا يديم المعروف. امين. حكي لي، واجهتك صعوبات في الطريق ولا شيء؟ لا مفيش، كل حاجه ماشيه زي الفل. نزلت من القطر لقيت الراجل اللي قال لي عليه ابو يحيى، جابني هنا على طول. نحمد الله، منيح، نحمد الله. الحمد لله. المهم ابو يحيى انك ممكن تشغلني معاك. شو بيك جاي حامي على الشغل وهيك شيء؟ بدي تترك لي فرصه كم يوم ادبر لك شغل منيح لإلك، والله يسوي لنا الخير ان شاء الله. يا مسهل، المهم ما ترحلش على مصر وارجع ايد ورا وايد قدام. ان شاء الله بترجع مجبور الخاطر، واعتبر البيت بيتك مثل ما بتقولوا انتوا يا مصريين. كل شيء هون متاح لإلك، بس اهم شيء ما تظهر الا لما تديني خبر لاجل ما اكون معك، واكيد انت بتعرف ليش. طبعا. اوكي تمام كده، اتركك هالحين تاخد راحتك، البيت بيتك بالاذن. اتفضل. تعالى بقى يا بطل عشان ما تبردش. يلا خش خش بسرعه 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 بسرعه. ايه يا عم الشطاره دي؟ بقيت سباح علام يا بابا. ماما ما تفوتليش اي تمرين حتى لو وراها ايه. والله كويس، عملت حاجه مفيده في حياتها. طب قول لي بقى، انت مبسوط مع بابي هنا؟ اه. طب تيجي تعيش معايا هنا، تقعد معايا في الاجازه بتاعتك؟ انت عارف القريه دي كلها بتاعتي انا، عامل لك فيها مدينه ملاهي كبيره جدا علشان خاطرك. ومامي؟ مامي اكيد هنشوفها، يعني هتيجي تزورك اي حاجه. يعني انت مش كبرت بقى ولا ايه؟ طب هسألها. ماشي يا عم، اسالها وشوف هتقول لك ايه، بس عشان خاطرك انت بس. يلا هسيبك تشرب الجوز بتاعك، هروح اجيب حاجه بسرعه واجي على طول. اوكي؟ يلا. بعدين خروجة السينما دي كانت المفروض تبقى عليا اصلا، انت بس اللي دايما بتحب تعقدها. انا بعقدها؟ بتعقدها، مش انت عزمتني عندك مره؟ وانت بقى بترديها. لا ما اسمهاش بردها، بحاول اعمل معاك جدع. مصطلح الغريب ده، اعمل معاك جدع، اسمها بوجب معاك، اتعلمي بقى. هو ده قصدي. ليه بقى ان شاء الله؟ انا مش موافق على اي حاجه منك. ايه، مش راجل قاعد معاكي ولا؟ لا مش قصدي طبعا، اكيد يعني. عارف ان مش قصدي. احكي لي بقى، ايه موضوع النزاعات ده؟ مفيش، هو ده حلمي من وانا صغيره، من قبل ما اخش الاعلام اصلا ولا اي حاجه. وبعدين انا عايزه اعتمد على نفسي واشتغل، انا مش عايزه اقعد معتمد على ابويا انه يصرف عليا. زعلانه ليك اب بيصرف عليك ومخليكي مش عايزه اي حاجه في الدنيا؟ انت ايه، غاويه شقه؟ لا بص يا ديبو، اي انسان بدون شغل ملوش معنى في الحياه، وانا مش من النوعيه دي. انا عندي طاقه باور عايزه اطلعها في حاجه. انت لو ما نشفتيش دماغك في موضوع الوسايط ده كنت كلمت لك اي حد في الشغل عندي وعينك في احسن مكان. اوه هتعمل لي زي امي بقى؟ انا مش بتاعت الكلام ده يا ديبو. اسمعي كلام امك، البلد دي ماشيه بالطريقه دي. وابص على نفسي في المرايه واقول لنفسي ان انا واخده مكان حد تاني. بصي فين؟ اعمل ايه؟ بصي فين؟ المرايه. مرايه؟ انت بتبصي في المرايه بقى وحاجات. مرايتي، قولي لي يا مرايتي. في حاجه اسمها ضمير يا ديبو، وانا ضميري ما يسمحليش بكده. مش هقدر اقنع نفسي ان البلد ماشيه بالطريقه دي. على فكره انت عاجبني، قصدي يعني عاجبني طريقه تفكيري، يعني هايله بصراحه. كل الناس بيقولوا لي كده. ايه التواضع؟ يا سلام. ثانيه واحده. الو. تمام. انا خلاص جاهزه على النزول اهو. شغل؟ انت مش قلت لي انك فاضي النهارده؟ لا خلاص، لما تخلص طب كلمني. سلام. مساء الخير يا ماهي. مساء الخير يا حبيبتي. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. تعبانه قوي.
نودي اطمنتي على باباكي؟ لا ما اطمنتش، بس ما تقلقيش، لو جرى له حاجه هيبقوا يقولوا لنا. استني عايزه اقولك، الراجل صاحب البيت زود المبلغ 20,000 كمان. مامي مش احنا اتكلمنا في الموضوع ده؟ من فضلك قولي له ويريح دماغه، احنا مش هنبيع، اوكي؟ عن اذنك هروح ارتاح شويه. بجد انا مش قادره اصدق الزفت اللي اسمه سعيد ده. بحاول اكلمه تليفوناته كلها مقفوله. عايزه اطمن على رامي يا بابي. هو فين يعني يا غاليه؟ ده مع باباه. سيبيه يا حبيبتي يتفسح له يومين. على فكره ده ابني وانا حره فيه، وانا اللي قرر امتى يخرج امتى ما يخرجش. هو في ايه يا غاليه؟ انت بتستني اتكلم علشان تحرجيني؟ لا يا حبيبتي غاليه ما تقصدش. لا هي ما بتحبنيش وكمان ما بتسمعش كلامي حتى لو كان صح. خلاص خلاص يا غاليه، انا سايبه لك المكان كله عشان تتكلمي فيه براحتك. يا الله. معلش يا بابي بس انا مش قادره عليها. خلاص بقى يا غاليه خلاص. المهم النهارده بعتوا لي ريبورت على الايميل بيقولوا لي ان التجاوز في الارض دي كلها مش طبيعيه وبفعل فعل. طب دي اخبار كويسه. عملت ايه مع الدهشوري؟ جالي عشان يهددني يا ستي. سيبك مني بتاع كلام بس. المهم انا لا ناوي على رامي دلوقتي. انا همشي ولما اطمن عليها بقى اكلمك. اوكي يا حبيبتي. باي بابي. تصبح على خير. ايه يا جدعان؟ الدماغ فيها ايه؟ سعيد بيه بيقول لك درس ودني بس عشان ما تلعبش مع الكبار تاني. ازيك يا راجل يا شقي؟ عاش من شافك يا راجل. ازيك يا شيمي؟ كرسي يا فاروق. ازيك يا حبيبي؟ ازيك انت؟ عامل ايه؟ الحمد لله. وحشني جدا جدا جدا. اشكرك يا ابني. اقعد اقعد اقعد. ازيك يا عم؟ اخبارك ايه؟ قول لي انت يا عم طول الوقت مسافر كده ولا ايه؟ هعمل ايه يا شيمي؟ ما انت عارف بقى هايدي والعيال بره. بس تصدق انت ليك وحشه كبيره جدا والله. الله يخليك يا فوزي. اصل انا كنت معدي عشان اطمن على الولد يوسف بعد الحادثه اللي عملها. فقلت اجي اشوفك بالمره يعني. فيك الخير فيك الخير يا بقول شيمي. لك يا مقدس، تعالي تعالي يا جيجي. لا مؤاخذة مش عارفة إن عندك ناس. انت مش عارفه ده مين؟ لا مش واخدة بالي. ده يا ست الشيمي صاحب البازار اللي بيشتغل فيه يوسف. أهلا وسهلا، إزي حضرتك؟ اهلا بيكي. طب تحب تشرب إيه؟ لا معلش لازم اقول. لا 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 ازاي تيجي ازاي دي؟ خليني اعمل له شاي لو سمحتي. حاضر بعد إذنك. ها ها ايه اخبارك؟ قول لي انت اخبارك ايه؟ في حد يبقى عنده موز زي دي بيفضل قاعد بره؟ تصدق بالله يا شيمي انت لا عمرك هتتغير ابدا مهما طال الزمن. يا عم دي بنت غلبانه بتجري على رزقها ورزق امها. وماله يا سيدي؟ انا طول عمري ما عنديش اي تفرقه من الطبقات خصوصا في موضوع الحب ده. الامور انت هتعمل لي الله يخرب مخك يا سيمي. بس انت غلطان يا يوسف، كان لازم تكلمنا في ساعتها على طول. يا عم بقول لك خدوه على اخوانا. ايه يا عم يوسف؟ مين سعيد ده؟ يا جدعان يا جدعان واحد ما تعرفوهوش في ايه؟ وعشان ما نعرفوش هنسيبه يعني؟ يا عم قول لنا هو مين واطلع انت بره الحوار كله. ممكن انتوا مالكوش دعوه بالحوار ده؟ ده حوار يخصني وانا هخلصه. يا يوسف في حاجه اسمها تخصني وتخصك؟ ايه يا يوسف؟ الواد ده لو بات لي في بيته النهارده يبقى نلبس طرح احسن. طيب انا بقول لك من فضلك مالكوش دعوه بالحوار ده عشان انا هصطاده وهيبقى ليه رؤى. ايه رؤى ايه وزفت ايه؟ ايه في ايه؟ من امتى اي حد فينا بيتصرف من دماغه؟ يا عم قول لنا هو مين؟ قول لنا هو مين ما تقرفناش. يا جدعان خلاص بقى ما تقرفونيش انتوا، انا مش عايز اتكلم في الحوار ده دلوقتي، انتوا في ايه؟ قوم افتح مين؟ قوم افتح انت يا عم. يا عم افتح يا عم. اهلا يوسف خليك زي ما انت، خليك زي ما انت مستريح. لا مؤاخذه يا باشا. ازيك يا يوسف؟ ازيك يا باشا؟ خطوه عزيزه، اتفضل يا باشا. اشكرك. شيمي بيه صاحب البازار. اهلا وسهلا شيمي بيه. اهلا وسهلا. شاي يا حاجه. لا شاي ايه؟ احنا هنعمل غدا بقى. لا ملوش لزوم. لا ازاي ملوش لزوم يا باشا؟ انت اول مره تجي لنا يعني ازاي ما تاكلش؟ الغدا يا حاجه والنبي. لا انت عارف ان لازم اروح المحل. احكي لي بقى ايه اللي حصل؟ ابدا يا باشا، سعيد شم خبر بالاتفاق بتاعنا فحب يعلم عليا. كلب قذر. لا مؤاخذه شيمي بيه، الواد اللي اسمه سعيد ده يطلع مين؟ ده واحد بيني وبينه خلافات وحب يدخل يوسف بينا، بس يوسف طلع اصيل وبلغني ودي كانت النتيجه. طب حلو الكلام،
يعني احنا دلوقتي لينا حق عنده ولا انا بتكلم في الغلط؟ يا عم ميمي ما تهدى بقى. اقول لك ايه عشان تهدى؟ مالكش دعوه بالموضوع ده يا اخي. ديبو خدوا وامشوا يا اخي، خدوا وامشوا. يا عم اهدى يا عم. يلا يا ميمي انا بس نروح مشوار. يلا بينا بس، يلا بينا يلا بينا. ماشي يا يوسف. يلا. مين الناس دول؟ دول اخواتي يا باشا، ميمي وديبو. خلينا في المهم دلوقتي. الحوار اللي دار بيني وبينك يا باشا واللي اتفقنا عليه قلته لحد؟ لا. محبوس هنا ولا ايه؟ وبعدين بقى بس بعد اذنك يا مقدس، كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع كده. تعالي اتفضلي بعد اذنك. اتفضل. خير، محتاجه فلوس؟ خيرك سابق. لا انا بس يعني كنت عايزه افضفض لك شويه. قولي. ديب ماله ديبو؟ ما بقتش فاهماه. بقيت حاسه اني لا طايله ارض ولا طايله سما معاه، وكل شويه يقول لي اصبري يا بت، بكره هتتعدل وهتجوزك. كل البنات اللي في سني ولا اصغر مني اتجوزوا الا انا، وبقى معاهم عيال. حاسه ان كل الناس بتتحرك من حواليا وانا واقفه محلك سر. خلاص، طب ما تتكلمي معاه. غلبت كلام معاه، واخرتها بقى عايز يسافر ويسيبني. بص يا جيجي، انت عايزه ايه؟ انا عايزاه طبعا، ده هو سندي وظهري. خلاص يبقى تستني. لحد امتى بس يا مقدس؟ دي ام صامبو جايبه لي عريس، فاكراني بايره، بقيت بصعب على الناس كلها، وهو ولا حاسس بيا. شوفي اللي عملته ام صامبو ده قصدها منه خير يعني، الكلام ده ما فيهوش عيب. العيب بقى انك انت تفضلي محلك سر وما تشوفيش حالك. شوف حالي ازاي يعني، اعمل ايه؟ ايوه يا بنتي، الدنيا ما بتوقفش على اي حد. معايا انا بقى هتقف عند الديب. لا، ما انت كده بقى بتقفليها من ناحيتين. ولو عايزه نصيحه عمك فؤاد، انت لازم تفتحي واحده من ناحيتين عشان الامور تسلك. يا تستنيه، هو اول ما يبقى جاهز هيجيلك، يا بقى تشوفي حالك وتطلعيه من دماغك خالص يعني. يوسف، ورشة النحاس بعتوا الطلبية اللي احنا عايزينها ولا لسه؟ المفروض توصل النهارده. طب خلاص بقى كلمهم، قول لهم يبعتوا الطلبية على كرامة في الحسين على طول، يعبيها ويبعتها لنا بدل ما ناخدها ونوديها ويرجعها وتبقى قصة. ماشي حاضر، هكلمهم وخليهم يغيروا على طول. اوكي. يا روحي مامي، يا روحي مامي، يا روحي وحشتني وحشتني وحشتني. وانت كمان يا حبيبي انا. قول لي مامي بقى اتبسطت مع بابي قد ايه؟ اتبسطت قوي يا ماما. لو سمحت يعني بعد اذنك ما تبقاش تقفل تليفونك تاني عشان اعرف اطمن على ابني. لا يطمني، رامي هو معايا مبقاش محتاج لاي حد خالص. اهلا، ازيك يا جو؟ عامل ايه يا حبيبي؟ زي ما انت شايف عايش. مش مهم يكون عايش، المهم يكون مبسوط. وانت اللي يشوفك يزعل يا سعيد. عايز حاجة تانية يا سعيد؟ لا خالص، انا كنت بوصلك بس الولد وبديهولك في ايدك، خلي بالك منه. اكلمك يا رومي. رامي خش جوه يا حبيبي، سلم على جدو. يلا يلا. يوسف، انا مش عايزاك تزعل، سيبك منه، هو عايز يستفزك وخلاص. انا عارفه حافظه كويس. تمام. خلصت اللي في ايدك بقى وحصلني عليك. يا نهار اسود، يا نهار اسود، ده هو. سيد، جهز اغراضك، لملم حالك، راح ننتقل من هذا المكان هالحين. ماشي ماشي، بسرعة حاضر حاضر. بسرعة يا سيد، يلا. يلا سيد. ماشي.
عارف يا سليمان، انت الوحيد اللي في المنطقه دي بسلم له رقبتي. معلش يا رايق، لاجل الورد يتسال عليه. طب خف ايدك عليه بقى بدل ما يقوم يعملها معاك. خبر ايه يا عم ياسين؟ انت هتسخنوا علينا ولا ايه؟ انت هات كل الجرايد والمجلات اللي عندك قديمه، مفيش جرار النهارده خالص. يعني انت شايف الناس بتقرا قوي، الناس فيها اللي مكفيها. عشان ما بيقروش. يا جدع يا دياب، تعالى بص كده الواد عورني ولا ايه؟ لا 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 عيب عليك. من حقه يطمن يا سليمان، الليله ليلته. ليلته ايه؟ ده بقول لك لسه العشاء وخلاص. اعمل ايه بقى يا دياب؟ والله انا كنت عايز اعمل حاجه، لو ان جيلي قال حرام، موحه برضه وفرحها، اعمل لها حاجه صغيره، رحت عامل. اصيل والله يا رايق. امال ايه تربيتي؟ يا نهار اسود! ايه يا جدع اللي انت عملته عمل ده؟ ايه؟ يا واد ده مجنون ولا ايه؟ عملت ايه؟ ايه انا قابل منك ولا ايه؟ عمل ايه؟ خلي قفاك شوارع. ايه ده؟ ايه دي المطبات دي يا عم ما عملتش حاجه. طب بص خلاص يا رايق، المرايه ما بتكذبش. بص جيبه بيهزر معاك يالا. يا عم ياسين انا كمان برك معاه، ده حبيبي. يا عم مش تاخد وش؟ انا هاخد وش ده. ها؟ بقول لك ايه؟ عايزه على الناعم عشان احتمال يبقى فيه عروسه النهارده ولا حاجه. اللي صعب يا ياسين، هو انت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ جبت لك حته عيل بدل النادي اللي قاعد جنبك ده. يا رايق، ده انا نفسي يا ابني بطلت اسال روح السؤال ده. يا عم في ايه؟ ما احنا كلنا حواليك اهو. ايه يا عم انت في ايه مالك؟ يا عم انا عارف، انا بسال بس عايز اعرف السبب مش اكتر. زمان يا رايق وانا في سنك انت وديبو كانت الدنيا سرقاني يا ابني. صحه وشباب وعافيه، لا وايه وعزوه كمان. من ناحيه اخويا ومن ناحيه ولاد عمامي، وفي البلد ولاد خلاني. منين ما تروح تلاقي حد من عزوتك. فكرتش بقى اجيب حته عيل يشغلني، ما العيله كبيره ومفرعه والدنيا مزهزهالي وداخل فيها بصدري، وبقول يا عافيه اوديكي فين. زي ما تقول كده نمت وصحيت لقيت نفسي كبرت والقطر فاتني، والعيله المفرعه ديت صفصفت عليا انا والواد الندل ده. ايه حكايه النادي؟ انتوا مالكوا في ايه؟ ايه يا عم في ايه؟ حسك في الدنيا امال. لا عاد حد بيسال على حد ولا حد داري بحد. انتوا بقى هتقلبوا علينا المواجع بقى ولا ايه؟ ده ايه القعده دي؟ انا عندي مشوار يا عم. راح فين؟ راح عند الواد يوسف. لو في حاجه هكلمك. ها؟ ماشي. سلام. سلام. الحساب يا ديب. الحساب يوم الحساب. ما تقلقش يا عم ياسين، الحلقه دي عندي. يا انت يا عاوز تضرب تاني؟ لما يجي اللي مشغلك يا روح امك قول له ان مش يوسف اللي تتضرس ودانه، وانه لو فكر يعمل كده تاني مش هقرص ودنه، انا هقطعها له. مبروك يا بيبي، دخلت القفص يا معلم. هو مالك يا سيف؟ لا يا عم ديبو الاول. بقول لك يا يوسف مع بعض. يا عم اي حد بس نخلص منكم. صباح الفل يا كبير. يلا بقى يا بنات في امتحانكم علشان نفرح بيكم. او النبي يا ياسين خد يا حبيبي. العب. بيقول البنات يا زوزة. ترى ايه يا مرة انت قطعت رسالة ولا ايه؟ يا عمتي ويد يا عمتي ايه؟ احنا ما كناش نعمل حاجه، جيل اللي صممت نعمل القعده دي. ربنا يكرمك يا جيجي يا حبيبتي، ونفرح بعدلك قريب قوي انت وشهد وشيماء. او النبي ادعي لها يا ديحه. ربنا يخليك يا خالتي. تعيشي يا خالتي. هو احنا هنفضل قاعدين كده؟ احنا لازم نهيص للبنت موحه. الله ازاي يا جيجي واحنا متفقين على ايه؟ الله، ده فرح يا رايق، دي ليله اختي. ما تهدى يا بنت في ايه؟ ما تسمعي الكلام. الله، ده ليله دخله مش ميت، ما تشغل حاجه يا نحن. سيب البنات تفرح يا ديب. ينفع يا عم ياسين؟ ينفع ولا ازاي يا عم ياسين؟ شغل يا عم شغل. ماشي يا عيني كمان. الله يا سوسه